ماشي. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ زي الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ بص، انا مش شاطر قوي في قصه ان انا اقعد اعمل مقدمات عن الناس وكده، فانا بفضل دايما ان الشخص يقدم نفسه بالطريقه اللي يحبها. انا لو حسيتك بقى مقصر شويه هتلاقيني انا بدوس. فتحب تعرف نفسك للناس ازاي؟ احب اعرف نفسي للناس مختصر، تعريف مختصر. ان انا هو يعني التعريف الاساسي عندي ان انا اب. يعني لو هتحكي لنا مثلا قصه حياتك في 7 8 جمل، 10 جمل، حلو 10 جمل 10 جمل. يعني على مهلك، يعني براحتك، بس يعني اه مثلا يعني اديك مثال. ماشي. انا اسمي خالد سلامه. تمام. عندي 34 سنه. جامد. آه اتخرجت من كليه اصول الدين، جامعه الازهر. جامعه الازهر. جامد. زملاء. اه لكن ما اشتغلتش، يعني ما كانش عندي هدف ان انا اشتغل بيها، يعني دخلتها عشان ما عرفتش اجيب كلية هندسة. فقلت خلاص انا هخش اي حاجة يعني، مش فارقة بقى. آه، اشتغلت بقى، اشتغلت في موقع كده داتا انتري لفترة قصيرة، وبعد كده اشتغلت معد صحفي، وبعدين دخلت شوية في مجال السينما والوثائقي، و درست شوية سينما كده مع علي بدرخان، جامد. ويعني حاولت أتعمق شوية. انت لحقته في الاواخر بقى، صح؟ اه في الآخر خالص. حلوه النقطه دي، آه, هنرجع لها كده. حاولت أتعمق شوية، وبعدين فجأة يعني أنا كنت ناوي يعني عاوز أشتغل في مجال السينما، أعمل حاجة كويسة ومحترمة ونظيفة، وأكون بشتغل بصرف على بيتي وأسرتي. ففي وقت ما اكتشفت ان لا، يا اما ادوس في كل حاجه حلال في حرام كله في بعضه، يا اما مش هينفع يبقى ده دخلي، يعني مش عارف هيبقى ده الوظيفه الاساسيه بتاعتي اللي انا ابقى معتمد عليها. جامد. فقررت اسيب المجال خالص بالكامل، و... ورحت قعدت في الواحات البحريه. كنت انا يعني رحت هناك قدرا كده لسبب ما، فعجبني المكان، رحت قعدت 3 سنين في الواحات البحريه. الواحات البحريه. اه كان حد قال لي قبل كده ان الحياه هناك هاديه جدا، في قدر من الخصوصيه بشكل ما، والدنيا لطيفه وخضره وزراعه. بص، يعني خلينا نتحفظ على الخصوصيه في مصر عموما. حقيقي. ف... فهي الحياه هاديه وبطيئه، عشان لو عايزين نوصف واللي عايز يعرف يعني ايه بطيئه هيحتاج مثلا يروح يقعد في الواحات اسبوعين 3 مثلا. فالحاجه اللي احنا في العادي بنعملها مثلا في نص يوم، هناك ممكن تاخد يومين 3 عادي. ده مريح نفسيا، خلي بالك ده جميل. يعني ده ناتج عن ان الناس دي طبيعتهم، يعني هم بيحبوا يدوا الحاجه وقتها، ولا هم رتمهم كده؟ يا دي رتمهم، ويعني اولوياتهم في الحياه مش كتير، ما عندهمش زحمه في الحياه، هي الحياه بسيطه، صحراء، عرفت؟ صحراء فاضيه وبسيطه، والناس هي بتصحى تاكل وتشرب تشوف اللي وراها وتروح. مفيش اللي احنا فيه هنا مثلا في القاهره بقى، كل واحد عنده مثلا طموح معين، عنده فواتير عاوز يسدها، لا يعني مفيش الزحمه دي. ف فاتس اوكي ان الحاجه اللي ما اتعملتش النهارده تتعمل بكره، ولو ما اتعملتش بكره ممكن بعد بكره، وممكن بعد اسبوع، مش مشكله خالص. جامد. فده يبدو ان هو يعني ايه بطيء وممل، بس هو مش ممل بصراحه، هو مريح. بتحس ان انت قضيت 24 ساعه او او يعني 16 ساعه بتوعك؟ بتقضي يومك براحتك، مفيش زحمه. مفيش الزحمه اللي انا بعيش فيها في الوقت الحالي، ان انا عايز انام عشان ورايا حاجات بكره، او اصلا انا اليوم ما كفاش اللي انا المفروض اعمله فيه، فالدنيا زحمه، مفيش كده. فقعدت هناك 3 سنين بصراحه حلوين جدا وجمال جدا. بعدين قررت انا كده اسهبت في الحته دي، ما هي اصلا انا نختصر. لسه، انا مش عايز اقطعك، اه بس احنا لسه، انا عايز اصلا انكش فيها شويه تمام. بس.
وبعدين رجعت القاهره بسبب ولادي، ان انا بسبب ولادي، ممكن بقى اشرح بعدين. وجيت برضو القاهره دلوقتي بقى لي 3 سنين في القاهره بس خلاص. 3 سنين بتوع القاهره دول كنت شغال في شركه شحن، تربو للشحن. يعني كنت شغال بشكل معين وبعدين وقفت شويه وبعدين اشتغلت بشكل اخر. تمام. انا في حاجه حابب ابدي اعجابي بيها لما ابتديت اسرش عنك شويه كده وافهم الدنيا ماشيه ازاي. هو باي ذا انت اللي قايل لي المعلومات يعني، بس لما قعدت لما حطيتها قدامي وقعدت اقراها طلعت بشويه استنتاجات. خلينا ايه نتطرق ليهم واحده واحده. مثلا ان هو انت اول واحد ان انت عرفت نفسك بسهوله وبتنظيم، فده حسيت ولو بشكل ما ان انت فاهم نفسك شويه. يعني في ناس اصلا لما بتيجي تتكلم معاهم بشكل او تقول له يتكلم عن نفسه بيجد صعوبه شديده جدا ان هو يتكلم عن نفسه، بيحس ان هو الموضوع صعب او هو مش عارف ايه ده انا. بتحس ان هو تبص لنفسه هو انا عملت ايه؟ انا حياتي فيها ايه؟ تحس ان هو مش لاقي حاجه يقولها. فاتبسطت قوي ان انت عندك حاجات تقولها، والاجمل ان انت عارف تصيغها. يعني عارف انا عملت 1 2 3 وسويت 1 2 ورحت كذا 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 ومش عارف ايه. وفي جمله جميله قلتها وقلت انا هادي وعندي طولة بال بس مش ممل. يعني مش هوصل درجه الملل. يعني عارف انت عارف في اتفرجت على زوتوبيا طبعا؟ لا. زوتوبيا فيلم الكرتون اللي هو بتاع، المهم فيلم زوتوبيا ده كان بيحكي قصه هو في عالم الحيوان، بس عالم الحيوان ده او الحيوانات دي عايش عيش البني ادمين. يعني هتلاقي مثلا مش عارف الخرتيت ظابط، هتلاقي ان الارنبه في ارنبه حلمها ان هي تبقى محققه شرطه. فوهي محققه هي رايحه تقضي ورقه في مصلحه حكوميه، فبتقابل مين؟ بتقابل سلحفاه تقريبا؟ لا، بتقابل كائن الكسلان. فهو حرفيا بيعمل كل خطوه بيعملها بالتصوير البطيء. فهي كده. فهو كده ممل قوي. يعني المشهد ممل، فاهم؟ انا اسف ان انا طولت. بس انا كان في جمله قلتها انت. يعني خلينا نقول مثلا نبدا بمراحل الشغل، او انت احكي لنا عن فتره تعليمك بشكل ما. انت يعني لو هتقسمها لنا او هتتكلم عنها باستفاضه يعني. تعليمي ولا الشغل؟ التعليم، بعد كده نروح للشغل. التعليم انا كنت مريت بمراحل التعليميه التقليديه العاديه جدا لحد ما كان عندي 23 سنه. كان يعني طموحي يعني بسيط وبسيط لدرجه تكاد لا يطلق عليه طموح. عادي يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني المفروض ايه الناس بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل كذا وانا معاهم، مفيش مشكله. فانا كنت من قريه يعني مش من مدينه، فعادي انا كنت عايش زي الناس. التحقت بالازهر، والدي مدرس في الازهر ووالدتي مدرسه في التربيه والتعليم، فانا دخلت الازهر وكنت حد شاطر ونبيه يعني ومستريح. يعني انا بفهم بسرعه اللي حواليا وبعرف اتعامل والقط المعلومه المفيده. فده كان مخلي يعني انا كنت مستريح في دراستي. يعني مفيش بالنسبه لي حاجه صعبه، مفيش حاجه يعني مؤرقه يعني او صعب ماده صعبه او كده. ما واجهتش فكره انه انت طبعا عارف انت اذا كنت ادبي ولا علمي؟ علمي. طيب بتوع علمي ازهر دول بحسهم بيشقوا شقه مش طبيعي. يعني انت تقريبا كنت ممكن توصل ان انت بتذاكر 20 ماده في السنه، صح؟ 18. انت انت عملت ايه في الناس اللي بتقول لك انت ايه اللي جبرك؟ طب ما تحول، طب ما انت يعني والتربيه والتعليم بياخد 6 مواد. تقول ايه للناس الازهريه؟ بص اظن يعني مش عارف ليه ما كانش فيه سياسه ايه اللي جبرك وليه بتعمل كده في المرحله اللي انا كنت فيها في الثانويه. يعني ما فكرتش فيها قبل كده، فمش عارف احللها بالظبط ليه ما كانش فيه ده. بس اهو يعني انا ذكائي كان بالنسبه لي في مرحله الثانويه ان انا ما ادخلش مثلا كليه هندسه بالمعايير بتاعه المجتمع العاديه والعالم الحالي. كان فذكائي ده كان سبب ان انا ما ادخلش هندسه. هو السبب. ليه؟ لان انا ما اتعلمتش اذاكر كويس. يعني ما اتعودتش اذاكر كويس. انا ممكن اقعد مثلا 5 6 ساعات الم فيهم ماده، مثلا قول نص ماده. يعني
يعني انا بعدي كده القط المفيد اعرفه، بفهم باخد المفهوم بتاع الحاجه اللي انا بذاكرها او بقراها وبتعامل بيها، سواء ده كان في حاجه في يعني علوم انسانيه او حتى في الرياضه وفي الرياضيات والمنطق والفيزياء والكيمياء، انا باخد الكونسبت وبتعامل. فتالتة ثانوي ما كانتش عاوزه كده، تالتة ثانوي كانت عايزه مذاكره حقيقيه عشان دسمه. التفاصيل بقى. فانا فضلت طول السنه ااجل ان انا ابدا المذاكره الحقيقيه دي اللي هي هتخليني واقف على ارض صلبه، على اساس ان انا واثق في نفسي ان انا عملتها كتير قبل كده. ان انا بلم وشغال وبنجح مستريح يعني مش مشكله. فلحد ما طبعا قفلت عليا، يعني فقت بقى قبل الامتحانات بشهرين مثلا 3، وبرضه ما كنتش مدرك خطوره الموقف. لدرجه ان انا كنت لما كنت بذاكر بقى في اخر شهر ومزنوق ومطحون بقى الزنقه اللي هي تمام، كنت احيانا بذاكر الحاجه ومن كتر ما انا خلصتها بسرعه لا انا يعني بذاكر وبقعد بالليل اعيط، عشان انا كان عندي يوم كنت محتاج يوم كمان. انا دلوقتي ما عنديش اليوم ده خلاص، كان عندي بقى يوم قديم ممكن كنت اخلص فيه الماده. فانا دخلت امتحانات ثالثه ثانوي ازهر وانا مش لامم المواد، عشان مش لاحق، عشان محتاج مثلا كمان 20 يوم ولا حاجه. شوف بقى السنه كان فيها كام، 20 يوم. فدخلت جبت 87% تقريبا بمذاكره شهر. مذاكره شهر دي قد تبدو لاي حد سامع يعني ان حاجات عاديه وكده، بس ثالثه ثانوي ازهر مذاكره شهر ما كانتش تجيب خالص. انا فاهم، انا عديت انا فاهم جدا يعني. ضغط عصبي ونفسي مش طبيعي. انا بقى كنت بواجه ان انا فكره ايه، انا بسقط واقعد اعيد والمعلومه بتهرب. ضغط، عارف انت من كتر التوتر فالدنيا بتضيع. طيب انت دلوقتي شايف ندمان على اللي حصل ولا انت تمام؟ لا تمام، انا مش ندمان على. انا فاهم، بس اقصد ان في طلبه بتبقى شايفه ان هو وقتها انا خلاص الدنيا خلصت يعني ما نجحتش يعني. ايامها صوت اعلامي فاهم. وقتها اعتقد ان انا كنت يعني دخلت في الحاله دي وللسبب ده انا يعني كان ممكن اصر او افكر ان انا اعيد السنه. بس انا وقتها يعني ايه، ما من ضمن الحاجات الصفات اللي فيها اللي هي يعني صفات سلبيه او مش حلوه، ان انا ما عنديش طولة نفس على ان انا افايت كتير يعني خلاص، يعني الحاجه اللي هتتعبني او هتضايقني بقوم سايبها وخلاص. فانا قررت لما ما جبتش مجموعه هندسه، قلت انا هدخل اي حاجه وزي ما تيجي. وده كان يعني ايه، بشوف بس في قرار كان اغبى منه ولا ايه، بس ده كان اغبى قرار في حياتي، ان انا ادخل اي حاجه وخلاص. كان عندي يعني رفاهيه ثانيه كان عندي يعني كان لغات مفتوحه مثلا. مش عارف كان جاي لي لغات ولا ايه، بس انا كان عندي مثلا ممكن ادخل هندسه زراعيه، وانا بحب الزراعه وبحب اصلا اي حاجه فيها رياضيات وكده. فانا سبت كل ده، كل اللي دماغي كانت تاكل معاه وتمشي معاه في ايه اصول دين قريبه هنا، يلا خش. بس انا دخلت على طول. طيب بعد فتره الجامعه، هو انا كنت عايز اقول لك حاجه وانت بتحكي ان انت اصلا المذاكره اللي كنت بتذاكر بيها في فتره الثانوي هي مذاكره الجامعه، اللي هو انا باجي بقى بقرا كتير، او ان انا مثلا بنقي المهم وبحذف اللي مش مهم. في الجامعه يعني انا في الجامعه كنت بجيب جيد جدا. كان واحد صاحبي بيقول لي انا نفسي اعرف انت بتجيب جيد جدا ازاي. هو كان يعني انا كنت ساكن، فهو معايا في السكن، فهو شايف ان انا ما بذاكرش خالص، فكان يقول لي انت بتجيب جيد جدا ازاي. سيبك من بتنجح عادي مش مشكله، بس انت بتجيب جيد جدا ازاي. فهي دي يعني دي هي مش شطاره مني ولا حاجه، هي انا ربنا خلقني كده بس. دي عشان هنتطرق ليها قدام بقى لما نيجي نتكلم عن الاطفال او الناس عموما وطبيعه كل شخص. فهي ما كانتش شطاره مني، هو انا طبيعتي كده، انا بعرف اعمل كده. بس في تكنيك يعني. انا مثلا واحد صاحبي زيك كده، هو بيقعد طول الترم ما بيذاكرش. هو بيذاكر بالظبط تقدر تقول اخر شهر 3 اسابيع في الترم، تمام، اللي هم قبل الامتحانات على طول. بس هو كان ليه تكنيك يعني. هو كان بيبقى حريص جدا يعرف المقرر والدكاتره حذفت ايه، تمام، ويجيب امتحانات السنين اللي فاتت ويسال الناس اللي بتحضر
ايه النقط وايه المواضع اللي الدكتور اتك عليها، وبيقعد يقرا الماده كتير، يعني يقراها مره، والمره اللي بعدها يعمل ماركر، والمره اللي بعدها مش عارف ايه. ده برنس ده. بيجي ليله الامتحان او اللي هي اللي خلاص انا رايح انا خلصت لجنه النهارده ورايح ماده اللي انا قدامي يومين مثلا او قدامي يوم، بيحذف. بيبقى خلاص هو حاطط حسبه معينه ومنمر على فصل فصلين، الامتحان مش هيطلع براه، بيخش مذاكرهم، بيركز، بيحط الفوكس بتاعه كله عليهم، يطلع واخد الامتياز الرايق، شكرا. لا ده حريف. انت كنت بتعمل حاجه شبه كده ولا بتذاكر عادي؟ لا انا كنت بس زي ما بقول لك كده، بس ان انا بفهم ايه المطلوب من اللي قدامي. كنت معايا كتاب انا اقراه على طول كده في السريع، ممكن اعلم على حاجات بسيطه، المهم انا بفضل ماشي في الكتاب لحد ما عارف اللي هو فين الزتونه، لحد ما امسك المفهوم اللي عاوز يوصل، بس انا اجود بقى بعده، انا اتعامل، انا امسك نقط اساسيه كده واتحرك بناء عليها يعني. طيب بعد الجامعه يعني، طب انت فضلت ماشي بنفس الريتم في الجامعه يعني اولى وثانيه وثالثه بتجيب جيد جدا؟ يعني سنه جبت جيد تقريبا، حاجه زي كده. يعني انت كليتك صعبه يعني اللي دخل اصول دين واللي دخل شريعه وقانون، الكليات دي فاهم مدى صعوبتها يعني. ماشي، هي برضو موضوع نسبي، عشان انا اعتقد يعني الموضوع يختلف شويه من شريعه وقانون لاصول دين، يعني مدى الصعوبه والسهوله في الحته دي زي ما قلت لك نسبي جدا، يعني هو على اساس على حسب انت اهتماماتك عامله ازاي وتقدر تعمل ايه. يعني انت لو في اي مجال ايا كان بقى، هو اصول دين او لغه عربيه او ايا كان، يعني انت لو مش مهتم فهو صعب جامد. لو داخل تتعلم قراءه وكتابه، الحاجه انت مش مهتم بيها حاجه صعبه. تمام. طيب انا خلينا ننط، انا حاسس ان انت مش انترستد قوي، مش عارف ليه. يعني انا يعني حاسس ان المرحله دي ما فيهاش قيمه بالنسبه لي اقدر اخش في تفاصيل فيها، فانا بقول لو في حاجه معينه او قيمه او حاجه معينه انت اكتسبتها من رحله التعليم بشكل عام، يعني حاجه انت خرجت بيها. طب اكتسبتها امتى؟ بعد ما خلصت الجامعه يعني، او ادركتها، بعد ما اكتسبتها ادركتها بعد ما خلصت الجامعه مباشره. ما اقدرش اقول ان انا في الوقت ده كنت ادركت حاجه معينه تخص التعليم. تمام. لحد زي ما قلت لك، لحد انا ما خلصت الجامعه خالص، لحد 22 سنه. وانا عندي 23 سنه دخلت الجيش. لحد ما خلصت جيش انا كنت شخص تقليدي جدا، طبيعي جدا، يعني مفهوم ان انا اركز في ادرك حاجه جديده حاصله مثلا في الحياه مش فارق معايا قوي، هو الحياه ماشيه كده زي ما انا فيها وخلاص وزي الفل. ثم انت دخلت جيش صح؟ دخلت الجيش سنه. ايه الدنيا؟ سبت الجيش. بص الجيش بقى طبعا يعني غير بقى مفاهيمي عن شويه حاجات، وخلاني ايه ابدا ابص لكل الامور من زوايا مختلفه. يعني تخيل واحد عنده 23 سنه او 22 سنه. 22 سنه دي كانت في 2013، مبسوط ان هو هيدخل الجيش. يعني قولها لي فهمني. الجيش حاجه كويسه، الجيش ده يعني ايه، هو احنا ما بنختلفش على قيمته بغض النظر عن الجيش كجيش. انا عايز افهم منك انت. انا شايف هتبقى تجربه كويسه. انت كنت متحمس ليها؟ جدا متحمس جدا، ويعني زي اصحابي وزمايلي متضايقين ان هم يدخلوا الجيش، وانا ده حاجه جميله جدا. فضلت متحمس؟ وانا في الجيش اكيد لا. فلما دخلت الجيش انا كنت متخيل انا عارف ان هي تجربه اكيد هيبقى فيها صعوبات وحاجات شاقه، بس كنت متخيل ان هيبقى فيها قيم اكيد. لا اكيد. لكن التجربه، طب بص هي كل حاجه قيم، لو هو اكيد ففي قيم اصلا سلبيه. ده اكيد. فانا متخيل ان هي هيبقى فيها قيم ايجابيه. لكن يعني من خلال تجربتي اللي انا مريت بيها، فلا يوجد في تجربه الجيش اي قيم ايجابيه، اي قيم ايجابيه بتاتا. تمام. انا يعني مش هقول لك حاجه، يعني هو دايما قبل ما تدخل هتكتسب، بس هو انا شايف ان انا ماشي طلعت حاجات ايجابيه، بس كان الحياه العمليه كانت قادره تعلمها لي، يعني ما فيش حاجه زياده مش جديده. يعني ما فيش حاجه زياده تستاهل ان انا اروح اقضي السنه او ال3 سنين يعني.
خلينا ما نطولش في القصه دي، بس انا حابب اللي هو انت كده لحد دلوقتي ما فيش اي شغل، ما احتكتش ولا اي حاجه. طيب ما بعد الجيش، عارف انت قضيت رحله ان انت تحس انت مش عارف انت فين وانا مين وانا لا. ليه؟ قول لي ليه بقى. حلو ده حلو قوي. ما قضيتش لا الرحله دي، لان انا كنت قبل ما ادخل الجيش كان زي ما قلت لك في يعني كان في مجموعه اصحابي كده بيشتغلوا مع حد بيعمل موقع. ف وكان هو الحد ده يعني عاوز يخلي الموقع طريقه العرض بتاعته، طريقه البرمجه بتاعته زي ويكيبيديا، فيها هايبر لينكس وحاجات جديده لسه طالعه كده وقتها كانت اسمها لسه طالعه، وقتها اصلا كانت طالعه برضه بقى لها فتره بس لسه مش انتشرتش في مصر على بالظبط. فانا من وانا في رابعه جامعه كنت بشتغل معاهم بشكل كده يعني. هو قال احنا عاوزين حد، فماشي تعالى نعمل ايه، هنكتب كذا، ابعت لك لينك تعمل كذا، حاجات جديده حلوه. فمن قبل الجيش على طول بكام شهر واثناء الجيش لما كنت بنزل في الاجازه كنا بنتقابل مثلا اشوف ايه اللي بيحصل، طب ماشي عشان لما اخلص الجيش ارجع الشغل تاني. فكنت مخلص جيش على اساس ان انا في شغل عندي هشتغله. وانا في الفتره اللي فاتت دي كلها انا من انصار ان الواحد يتجوز بدري ويخلف بدري، وكنت مهتم دايما اسمع واقرا عن التربيه. مش بشكل انت بتنكشني انا اصلا، انا ماسك نفسي بالعافيه عن الحته دي، مش بشكل يعني اكاديمي ودراسي ومعمق يعني، بس انا مهتم. اي حد كان يعني بيتكلم او بيكتب في التربيه فانا غالبا كنت عارف اسمه. تمام. فانا خطبت وانا في الجيش، وخرجت بعد انا خارج من الجيش 1/3 12/4 اتجوزت. محدد ان انا يعني هخلص جيش واتجوز على طول. طيب لنا هنا واقف معلش. انت بتقول انت ما كانش ليك يعني يعتبر مش شغال، فما فيش مصدر دخل. يعني عشان بس اللي بيسمعنا ما يفتكرش ايه ده ما خالد سلامه اتجوز وهو في الجيش ما انا قلنا كان في مصدر دخل مرتب عليه يعني كان انا اشتغلت كام شهر قبل ما ادخل الجيش. بعد ما اتخرجت 4 شهور كده ولا حاجه لحد ما دخلت الجيش، فانا كنت يعني مرتب ان انا هطلع اكمل شغل في في الموقع ده، اكمل شغل معاكم يعني مع اصحابي دول. طيب الشقه انا ما اقصدش لو بسال في تفاصيل، بس انا عايز اللي يسمع. ابويا طبعا. تمام. ربنا يخليه. ابويا ساعدني بشكل كويس يعني. هو شقه عمل الشقه، بس وانت انت هتشتغل وهتصرف على بيتك. هو شغل، شقه، عروسه، جواز بالظبط كده. جامد. طيب في الوقت اللي احنا فيه ده يعني من اكتساباتي الحديثه الاخيره بقى يعني شغل، عروسه، مش مهم شقه قوي. بمعنى يعني مش انا ما بتكلمش على شقه ملك، انا بتكلم شقه بس ايجار. تمام. مش لازم ملك يعني. انا بقى ده سؤال شخصي ليا. تمام. انا 24 سنه تقريبا، اتجوزت 24 سنه صح؟ 23 ونص. ماشي 24 ماشي. انا 24 سنه. في صوتين. صوت اللي هو انت الجواز بدري، طبعا عفه بدري، استقرار شويه، بتهمد التنطيط والفرق الكتير ده، بتهدى شويه. طبعا في المقابل انت في مسؤوليه، انت كده مسؤول بس المسؤوليات بتزيد، دي حاجه. والحاجه الثانيه ان انت بتتحرك. كان حد قال لي بقى الصوت الثاني اللي هو انت حركتك بتقل، كل حاجه بتعملها بحساب، بتحسب، بتحط حسابات لحاجات كتير قوي. فيا ابني خد وقتك. فانت لو رجع تاني هتاخد نفس الخطوه ولا هتاخد وقتك؟ لا مش هاخد وقت. هتاخد نفس الخطوه؟ هاخد نفس الخطوه. دي بصراحه دي مش يعني حاجه مش عارف اوازن بينها. بس هو حقيقي فعلا ان الجواز بيقلل من حركتك يعني بيربطك شويه. وممكن الجواز ما يربطكش لو انت ما قررت ما تخلفش بدري او على طول يعني. بس انا يعني دي حاجه بقى بالنسبه لي انا مش عارف اجمع بينها. انا حد ما بحبش القعده والرابطه. بتحب اصلا؟ انا ما بحبش انا ممكن اطلع دلوقتي مثلا، ممكن نقرر ان احنا في حاجه تحتاج ان احنا نروح الاقصر مثلا دلوقتي، هنروح. فانا يعني اوكي بالنسبه لي كشخصيه يعني. ما انا بتكلم في شخصيات يقول لك ايه ده يا عم، ده انا لسه عاوز اجهز وارتب ولسه مش عارف هعمل ايه، هجيب لبس ايه واعمل حسابي في ناس هي اصلا يعني بتتعب من حاجه زي كده.
انت بتحب تمام. المفاجآت انت. انا تمام مع المفاجآت ومع الحركه ومع التنطيط واي حاجه، بس انا في نفس الوقت كنت مهتم ان انا اتجوز بدري عشان اخلف بدري، يعني اتجوز واخلف بدري، الاثنين بدري. الاثنين. فهم الحاجه دي هتربطني يعني لحد دلوقتي وانا معاك اهو، ما تقدرش تقولي لو طب يعني تتجوز وتخلف بدري ولا تكمل تنطيط. تبقى حر وتتحرك وتنطط براحتك، مش عارف يعني. يعني عايز ده وعايز ده. انت عايز الاثنين. طب ما كنت اتجوزت واجلت خلفه؟ ما انا متجوز بدري عشان عايز اخلف بدري اصلا. ده هدف بالنسبه لي. طيب مش يعني انا خلينا ايه، خلي يعني الزواج والاسره يعني او يعني الزواج والاولاد وكده هنخليهم هم ايه مربط الفرس بتاع الحدوته بتاعتنا، وهنطلع منه نطلع ونرجع نطلع شغال. ونرجع ماشي. فاحنا دلوقتي مثلا انت قلت خلاص انت خاطب من وانت في الجيش، وقدامك كام شهر وتخلص جيش؟ يعني ما سنه مثلا. قدام يعني انت خطبت في 9 اول الجيش شهور. اصلا؟ في الاول تمام. فانت قضيت الجيش وهخرج هشتغل، هروح على الموقع. بالظبط. انت كانت وظيفتك ايه هناك في الموقع؟ يعني يعني داتا انتري والسوشيال ميديا الاثنين. طيب انا عندي هنا سؤال. لما كان لسه الفيسبوك بقى جديد اصلا. وكان عبده توته ورحيق الازهار. ايوه الكلام ده. ايه الفرق ما بين ان انا اكون داتا انتري في حاجه شبه الموقع ده، وان انا اكون داتا انتري في شركه عاديه؟ او يعني في فرق ولا الفكره واحده؟ في فرق ولا الفكره واحده؟ لا هو كان في فرق. بس انا يعني ايه مش هقول. ماشي. كت. طيب يعني خلاص خلينا نتجاوز النقطه دي. انا ما اعرفش والله ان الموضوع حساس قوي. لا عادي، ما هو ماشي طبيعه الشغل. انا بقول يعني ببقى واضح يعني. طيب ماشي مفيش مشكله. طيب انت قعدت قد ايه في البوزيشن ده؟ قعدت حوالي سنه تقريبا. سبته ليه؟ واتجوزت بعد قد ايه صح؟ بعد قد ايه من ايه؟ من الشغل ولا يعني من الجيش؟ مش انت قعدت سنه بعد؟ شهر ونص. خرجت 1/3. يعني انت اتجوزت وانت سايب الشغل؟ اتجوزت 12/4 وانت سايب الشغل وانا لسه ما اشتغلتش. يعني هرجع 1/5. انا متفق مع الشغل هاجي لكم 1/5. يعني هاجي اشتغل 1/5. يعني انت خلصت جيش اتجوزت؟ ايوه، وقعدت اسبوعين ورحت اشتغل. خدت حوالي سنه تقريبا في الشغل. بعد كده لسبب يعني مفاجئ ما كنتش عامل حسابه، قررت ان انا هسيب الشغل. هو بقى السبب من نفس جنس الحاجه اللي انا مش هقولها. انا عايز اعرف الحته دي عشان هو في سسبنس تاني قدام ولا ايه الكلام؟ لا مفيش سسبنس. وبعدين بدات واحد صاحبي، قلت لواحد صاحبي ان انا عاوز اسيب الشغل ده مش هكمل فيه. فقال لي طب هو يعني صاحبي ده كان صحفي، فقال لي طب ايه رايك تشتغل معد صحفي؟ قلت له يعني انا ما عنديش مشكله اشتغل اي حاجه، بس انا ما افهمش ايه المعد الصحفي عامل ايه يعني. يا عم تعالى. قال لي تعالى جرب. بس فمن هنا خرجت من القريه الى المدينه. انت كنت فين؟ كنت في الواحات؟ لا لسه مفيش واحات ولا اي حاجه. فين القريه؟ في الدهليه. يعني كنت لسه مع اهلك في الدهليه؟ والموقع كان برضو في الدهليه؟ في مكان قريب يعني. في مكان قريب. تمام. نزلت الدلتا زي ما احنا. رحت بقى للريتم السريع. نزلت بقى المدينه، نزلت القاهره بقى. هو بص يعني احنا في مصر المدينه والقاهره حاليا، المدينه والريف حاليا هو رتم واحد. هو يعني ده ليه عيوب ومميزات، وده ليه عيوب ومميزات، بس هو يعني الواحات دي حاجه مختلفه. ما تقارنش. هو رتمنا كلنا دلوقتي سريع، وكلنا الرتم ملخبط وفي تشتت في كل حته، كل حاجه شبه بعضها عادي. تمام. بس انا نقلت يعني قررت انقل حياتي للقاهره بقى. تمام. معد صحفي. معد صحفي. معد صحفي ما يعرفش حاجه عن الاعداد الصحفي. فاكيد كنت في البدايه بتساعد، يعني كان في شخص بتساعده. بالظبط. بعد شهرين من شغلي كنت مسؤول عن مجموعه صحفيين. انا يعني مجموعه صحفيين شباب صغيرين. بعد شهرين تقريبا. بعد شهرين بس. يعني الناس مخلصين اعلام وكده؟ الناس يعني اللي مخلص اعلام واللي شغال مثلا صحفي بقى له 4-5 سنين والكلام ده كله. كنت مسؤول عنهم؟ من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه الاداريات والتحريك
ليهم ومن ناحيه الاعداد الصحفي، من اللي هو اختيار الاخبار اللي يغطوها او الاحداث اللي يغطوها وطريقه السكريبت والكلام ده كله. في شهر؟ شهرين. اتعلمت الكلام ده في شهرين؟ هو ده بقى يعني، هو ده بقى اللي انا بقول لك عليه. مالك هو ده. هي دي بقى يعني انا ما كنتش، يعني انا كنت فاهم ده عن نفسي بس مش عارفه بشكل واعي يعني. بس هي دي الميزه اللي عندي، اللي انا دلوقتي بعرف اقولها كويس عشان انا شفت ده بقى في حياتي كتير يعني. ان انا ما عنديش صعوبه ان انا ابدا دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده، ما عنديش صعوبه خالص ان ابدا في حاجه جديده ما اعرفش عنها اي حاجه. يعني دي بالنسبه لي سهله وبسيطه. انا اصلا عملتها، يعني لما تيجي تمشي معايا في حياتي هتلاقيني عملتها. انا بعزك قوي على فكره. يعني انا حاسس ان انا شايف نفسي اصلا، انا حاسس ان انا شايف نفسي قدام، فانا مرتاح قوي لان انا يعني انت بتفكرني بنفس الخطوات. يعني في حاجات كتير متشابهه. يعني انا برضو دخلت في حاجات كتير قوي. بص الحلقه بتاعتك مش ده، بص دلوقتي خلينا نكمل. طيب انت قعدت شهرين كنت خلاص فهمت الشغلانه ماشيه ازاي بالزبط. يعني انت بتعلم ناس مخلصه اعلام؟ هو مش بعلمهم يعني، انا يعني كان في جزء فني شويه ان انا بقيم اللي هم بيعملوه. تخيل يعني بقيم اللي هم بيعملوه، بس ده كان مثلا حوالي 20% من شغلي. شغلي التاني حاجات ممكن اي حد يعملها، بس لازم يكون حد شاطر وفاهم هو بيعمل ايه، بس كل الحكايه. فحتى انا يعني عملت كده. في العادي في اغلب في كل المجالات يعني، في العادي لما يجي حد من بره المجال مش فاهم كويس في المجال، فبتلاقي اللي موجودين ايه اللي هو يعني نابذينك، ايه مالك انت تعرف ايه ده، انا بقالي مش عارف كام سنه بعمل كذا وبقالي كام سنه. بس انا يعني الحمد لله خلال مثلا 4-5 شهور كنت كسبت الناس اللي حواليا وبقيت واحد منهم، ومتقبلين كلامي وفاهمين لما بعدل على حد، فاهمين ان انا بتكلم وانا فاهم، مش مثلا داخل اهبل وخلاص او اقاطع بعد اذنك. اللي انا هنا واقفه. انت دلوقتي 24 سنه او 25 سنه تقريبا، 25 سنه داخل مجال جديد خالص. تمام، مجال جديد عليك انت شخصيا، بداتا وانفو جداد عليك جدا. قدرت ما شاء الله ان انت في خلال شهرين ان انت تكون ملم، اثبت نفسي قدرت بشكل كويس، تثبت نفسي. ده انت لدرجه انت واخد الناس الجونيور كلهم بتوجههم بشكل عارف انت لما تدخل الجيش وفي بيجيب لك عسكري قديم هو اللي بيتولى دنيتك ويقول لك تعمل ايه ويعودك على الدنيا. فانت عملت حاجه شبه كده وليك بوزيشن وبتدي او انت الملكه او خلينا نقول السنس بتاع ان انت بتوجه وبتحرك وبتقول لفلان وبتهندلها ازاي. يعني انا دي مشكله عند ناس كتير. طبعا، وكانت مشكله عندي. بس انا اظن، معلش قبل ما تقول ده توقع، عايز بس بحب اتوقع الحاجات دي. اظن ان انت لو عليك مشكله ما بتبانش. يعني لو انت عندك مشكله بينك وبين نفسك في امر ما بيبانش عليك، او ده ما بتظهروش، صح؟ لو عندي مشكله يعني، لو انت مش بتقول انت كان عندك مشكله في البدايه في توجيه الناس؟ بالظبط. هل وضحت ده او ولا انت مع نفسك كده لقيت الحل؟ تحب تتوقع واقول لك ايه، ولا اقوله خلاص من غير ما تتوقع؟ انا توقعت ان انت مش هيبان عليك. ما بظهروش، صح؟ الحقيقه كانت العكس. بيبان عليك؟ لا، مش بيبان عليا، انا اللي ببين. يعني انا الوضوح مع اي حد في الكلام، الوضوح اساس الثقه. تمام؟ يعني انت لو واضح معايا انا هثق فيك. جميل. فانا كنت واضح مع الناس ان انا يا جماعه مش فاهم حاجه، يعني مش فاهم حاجه في اللي انتوا بتعملوه. انا بتكلم في الناس الجديده. ما كانش فيه جديد، هم كلهم قدام، تيم قديم حوالي 5-6 بني ادمين، كل واحد ده بيفهم في التصوير وفي الكاميرات بشكل كويس جدا، وده فاهم يعني ايه خبر، ويعني ايه ان هو مثلا الخبر ده يتغطى امتى، يعني كل واحد فاهم شغله. وانا حد جديد مش فاهم. فانا لم اكن ادعي في اي وقت من الاوقات ان انا اللي فاهم وانا عارف. انا مش عارف. انا ما بتكلمش في الدعايه، انا بتكلم ان هو مش هتبالغ في ان انت تظهره. يعني عادي، هو باين ان انا مش حلو. ما هو بقى يعني انت فكره ان انت توجه حد. بص هقول لك على حاجه. انا مش عارف هم نوعين ولا ايه، بس انا في دماغي ان الانسان ممكن يكون لو هو بيدير مجموعه من البشر، فهو حاجه من اتنين. يا اما حد يعني القيمه العليا بتاعته ان هو انا مدير وانا تسمعوا كلامي واللي اقوله تعملوه الكلام ده كله، فهو اكتسب قيمته من المكان اللي هو فيه.
جامد. اكتسب القيمه والباور بتاعه من المكان اللي هو فيه، من البوزيشن بتاعه، مش من البوزيشن، مش من شخصيته. البوزيشن راح ملوش قيمه. بالظبط كده. او يعني بغض النظر عن ملوش قيمه، مش كانسان ملوش قيمه في الحته دي يعني. ايوه فده نوع. وفي نوع تاني هو بيكتسب قيمته من مبادئه، من المبادئ اللي عنده، اللي هو بيتبناها عشان يبقى مؤثر في المجموعه اللي حواليه دي. جامد. فاللي هيتحرك بالبوزيشن واللي بيتحرك بالبوزيشن غالبا بينطبق عليه المثال الشائع اللي شائع كتير قوي، يعني اللي هو الفرق بين المدير والقائد والكلام ده. المدير يدي اوامر والقائد يطلع قدام والناس تمشي وراه والحاجات دي. انا مش بسخر من الموضوع، بس هو يعني بالنسبه لي اوفر يعني. هي في حاجات عارف انت يعني عارف في حاجات كليشيه، عارف انت مستهلك يعني. هي فعلا هو الكلمه في البدايه بتبقى صحيحه صحيح. يعني هو فعلا عارف انت، بس استهلكت. عارف انت مثلا الرؤيه الاخراجيه والسيناريو والمعاني، هي فعلا الكلام ده موجود، بس هو ممكن عادي يكون المخرج اتزنق فده اللي طلع معاه، فطلعت رؤيه اخراجيه لان هو مش قاصد يعني. مفيش رؤيه فعلا. فانا يعني اكتسبت تاثيري في الناس اللي حواليا وكده من قيم انا بتبعها. احنا دلوقتي انا جديد وانتوا قدام ايا كان، بس في بيننا وبين بعض قواعد احنا بنعرفها، انتوا بتمشوا عليها وانا بمشي عليها. فالقواعد بتمشينا صح بان هي محطوطه صح. يعني ممكن قواعد يبقى فيها حاجه غلط، ملنكه مع التربيه دي يعني. انت تيجي تحط رولز انت وابنك، ده مبدا اساسي في حياتي مع التربيه يعني. فده اللي كان بيخليني يعني في الوقت ده وفي حاجات تانية بعد كده، ده اللي بيخليني يعني ايه منطقي في ان انا ومتصالح مع نفسي. انا مش عارف، انا مش خبير في الحاجه دي مثلا، وانت راجل قديم وزي الفل وكمان، بس احنا مثلا بنتحرك ضمن مؤسسه معينه او ضمن مجموعه معينه ماشيه، ففي قواعد، فاحنا بنمشي على القواعد دي. لما بنلاقي حاجه غلط في القواعد بنصلحها وبنمشي عليها برضه. فعلى مدى فهمك للقاعده والتزامك بيها كاحترام ليها يعني بنفس الدرجه يعني بتبقى بتعمل حاجه صح وبتؤثر في اللي حواليك وبتنجح في ان انت لو انت عايز توجههم، عاوز تكسبهم، عاوز منهم حاجه معينه، بعكس ان انت تكون بتكتسب قيمتك من بره، من خارج قيمك بقى ومبادئك، من خارج ذاتك، بتاخدها من البوزيشن اللي انت فيه. واللي بيعمل كده اصلا بيبقى فاهم الوضع بتاعه غلط، وربما يكون فاهم الحياه كلها غلط يعني. اللي هو بقى فاهم ان الاداره ان انت يسمعوا الكلام، لا ازاي مش عارف حد يعمل معايا ايه. في ناس بتاخد الموضوع بشخصنه زياده عن اللازم يعني. فانا نجحت في ده لهذا السبب. جامد. طب يعني لو احنا هنلخص ده في ان انت مثلا اي حد دلوقتي بتسند ليه مهمه ان هو هيقود مجموعه او بقى تيم ليدر، عشان بيحب التايتل ده، بقى تيم ليدر وقدامه ناس جديده، بيتعامل مع ناس اكبر منه في السن، بيتعامل مع ناس اصغر منه في السن، بيتعامل مع الخبره وبيتعامل مع اللي ما عندوش، بيتعامل مع اللي مش عايز يشتغل واللي مجبر على مكانه. فانت يعني انت من مدرسه اللي هو انا بقى نبقى فريندلي ونخش مع الناس ومش عارف ايه، ولا اللي هو ولا انت بتحاول تجمع بين الاثنين، ولا انت؟ بص هقول لك الكلام داير على ايه؟ انا شخصيتي من مدرسه اللي هو فريندلي وبالحب وكده ماشي، لكن الواقع والتجربه اثبتت لي ان ده مش صح. مش صح 100% ولا مش صح كليا؟ لا مش صح بالكامل. انا هقول لك، ولكن ليس معنى ذلك ان المدرسه الثانيه بتاعت بقى اللي هو ايه نشكمهم والكلمه اللي اقولها انا مديرك والقصه دي هي الصح. هي حاجه في النص. يعني ناخد الحلو من ده الحلو من ده بالظبط كده. الحاجه في النص، والوضوح والتفاهم والمنطق جميل ومريح، اللي يمشي بده شغال زي الفل. طيب الشخص اللي هو شايف ان هو اجمد من مديره، وان هو مديره ده موجود كده بالحب، وان هو لا يفقه شيء، انت بكسبه ولا بعمل يعني ده الافضل ان انا اكسبه واعدل له مفاهيمه ونبقى اصحاب، فهو يقتنع ان انا افضل، مش افضل، بلاش نتكلم بافضل واسوأ، بس ان هو يقتنع ان انا مديره يعني. يقتنع ان انا مديره عادي، وان هو ويسلم ان هو يسمع كلامي، ولا هنحط رولز وهو تمشي عليه الرولز زي بقيه الناس ويبقى الموضوع ماشي بيني وبينه ميري؟ انت رايك ولا انت ليك راي ثالث؟ بص هو انا لا ادعي ان انا
حد خبير بالاداره. تجربه، احنا بنتكلم عن تجربه يعني. تجربه. بس يعني البوينت دي يعني حاجه اداريه بقى، يعني في علم الاداره اصلا. ماشي. على ما اتذكر كده ويدور في ذهني دلوقتي ان انا عديت على يعني انماط شبه دي، بغض النظر عن الانماط، لا عديت على حد في الاداره بيتكلم في ده. تمام. وبيقول الصح نعمل كذا والغلط نعمل كذا، بس مش فاكر دلوقتي هو ايه الصح والغلط في الحته دي. ومعرفش اجاوبك فيها عشان هو بيبقى كل شخص ليه ظروفه. يعني انا اقول لك على حاجه، يعني انا في بالي دلوقتي شخص في وقت في وقت ما كان من النوعيه دي. تمام. فانا قررت ان انا اكسبه. تمام. ففشلت لان هو ما كانش فهم من قراري ان انا اكسبه ده انت في موقف ضعف. او فهم ان هو يعني ايه ياخد بقى أو حد بقى مسيطر وواخد وضعه وكده يعني. فخلاص قررت ان انا يعني ايه هموتك بقى خالص. يعني هموتك، مش عشان مش شخصنه برضه، اللي هو ايه لما هتعمل حاجه غلط هقول لك بكل وضوح وهمسك فيها وهصر ان انت غلط لحد ما تقول انا غلط، يا اما تبقى مش عارف تروح فين. فهو بقى ايه، فضلت تحصره يعني. على حسب الشخصيه بقى. يعني في واحد هيفهم وهيجي معاك فمفيش مشكله، في واحد هو خلاص فبرضه لازم يفهم الصح يعني. تمام. طيب قعدت قد ايه معد صحفي؟ يعني قول لي سنتين تقريبا مثلا. هو احنا متاح لينا نقول كنت فين معد صحفي فين؟ لا برضه انت في ايه طيب؟ في ايه؟ عايزين نصيطك يعني. احنا اسمه ايه ده؟ الجميل في البرنامج هنا ان احنا بنحاول نطلع للناس نماذج هي مش انفلونسر، مش بلوجر، ومش بيرشقوا الكلام الانجليزي في كل جمله. هم جامدين من غير كل ده، يعني هم جامدين وبيعملوا حاجات جامده من غير ان هم يكونوا بيعملوا كل ده. فانا اصلا مبسوط ان انا قاعد مع حد بالنوليدج دي. ولسه احنا اصلا ما كملناش. انا اصلا انا رايح للحته، انا بجري عشان اوصل للحته اللي انا عاوز اوصل لها، الا وهي مش هقول برضه انا كمان. طيب احنا حاسس ان في لينك ما بين ان انت كنت معد صحفي وان انت بقيت وان انت دخلت في مجال الافلام الوثائقيه او الدوكيومنتريز بقى يعني. كرهت الصحافه اصلا. يعني مش يعني كرهت الصحافه عشان ما فيهاش اقول لك ايه جديد. لا ده الصحافه الجديد كله. ما فيهاش. بص انا يعني بدخل مفهوم القيمه في حياتي في كلامي كتير. فهي القيمه زي ما قلنا من شويه، ان القيمه ممكن القيمه اصلا نسبيه، في قيمه سلبيه، في يعني قيمه ان انا يعني عندي قيمه ان انا ادوس على الاخرين، فدي قيمه في حد ذاتها. فانا لما بقول ان الحاجه ما فيهاش قيمه او ما فيهاش قيم بالنسبه لي، فانا اقصد القيم الايجابيه، القيم الساميه الحلوه النظيفه يعني. فالصحافه ما حسيتش فيها بالقيم المدعاه اللي هي المفروض تكون فيها. يعني احنا يعني المجال الصحافه عموما بيقولون ما لا يفعلون. بتحكموا قوانين تانية غير المتعارف عليها. غير المتعارف عليها وغير اللي انا ارضاها، يعني اللي انا ابقى حاببها يعني هي نقدر نقول مثلا خبطت في حاجات لها علاقه بالعقيده، الشريعه او حياتك او مبادئك انت بشكل عام؟ لا لسه ما جاش اللي يخبط في الحاجات دي. احنا في الصحافه او في موضوع اعداد الصحفي انا خبطت في راحتي النفسيه، اللي هو انا مش حاسس ان انا ده. انت كنت قسم ايه طيب؟ يعني قسم ايه؟ يعني كنت معد صحفي في قسم ايه؟ مش الجريده دي مجموعه اقسام؟ معد صحفي في حاجات اجتماعيه برضه، تخيل. يعني ما بتدينيش اجابه اهو في ايه يعني يا عم؟ يعني في مجالات تهم الناس، يعني اللي هي ليها علاقه بالناس زي الترند دلوقتي كده. تمام. والحاجات المختلفه، حاجات اللي بيعمل حاجه مختلفه مثلا من الناس وكده. بس انا عايز اقول لك بقى، انت لو دخلت في الصحافه يعني الموضوع بيبقى اعمق من كده. يعني ما بيبقاش نظره فعلا للانسان او ان انت تركز على حال الانسان او كده، قد ما تبقى انت عايز تخبط سبق ما حدش عمله
بس هي اللي مسيطر على حياتك كده. ههتك عرض فلان مش فارقه بقى اي حاجه، انا عايز اعمل حاجه جامده بس. طب انت قلت لي سنه ولا قعدت سنه؟ سنتين تقريبا. سنتين. طب انت استحملت يعني، انا عارف استحملت ازاي وما اتغيرتش، ولا انت حسيت ان انت هتتغير فقلت لا مش؟ من اول ما انا اتجوزت وانا كل سنه حاجه بتغير فيا عادي يعني، اتس اوكي بقى. فانت بتقول لي ما اتغيرتش، اكيد في حاجات معينه اتغيرت فيا، انا مش مركز دلوقتي هي كانت ايه بالظبط. بس انا ما استحملتش عشان كنت في الاول بحاول ان انا اثبت لنفسي ان لا، ممكن تبقى كويس في المكان ده عادي، وتعمل حاجه انت بتحبها وتأدي قيمه، ومش معنى ان كل الناس وحشين ان انت تبقى زيهم، لا انت ممكن تثبت لنفسك وللناس ان ممكن يبقى في ناس كويسه في نفس المجال وكده. انا عارف النظره دي، بس دي نظره حالمه قوي يا مفتح. ما هو انا بقى ايه اكتشفتها، بفضل احارب عشان اثبتها وما اعرفش، فاروح سايب البلد. لان على نفس بقى السبب وبنفس السيناريو خرجت من الشغل السينما. طب ندخل وبعدين نخرج. اصل ماشي. هو مش هياخد وقت كتير. انا يعني عندي اسئله، خلاص عندي اسئله، انا محضر. لا شغال، ما لا مش هنطول. اصل بص، انا الحرب اللي انت بتتكلم عنها دي اللي هو ما بين فطرتي او ما بين اللي انا متربي عليه، لان انا يعتبر احنا في حاجات متشابهه، احنا الاثنين دخلنا ازهر، درسنا علوم شرعيه، وايه الى حد ما الوازع الديني عندنا يعني بيكون عامل مؤثر في تحركاتنا. تمام. الشخصيه. انا كنت في الجامعه، كنت في مسرح الجامعه، فبرضو عندي هوس بقى، وبقعد اذاكر اداءات الممثلين وكشكول واكتب اللازمات والمش عارف والتفاصيل ومش عارف وين اعمل ايه، وانزل ورش وقصص كده، واخبط هنا واطلع في عرض فلاني. بس مع الوقت طب وبعدين يعني هوصل لايه؟ هوصل لحاجه كلها مش الطف، كلها حرام في حرام يعني، او يعني مش لطيفه، معنى مش لطيفه، ومش هتعرف تمنع نفسك انت تعمل. يعني هو الموضوع انت مجرد ما دخلت انت بتختصر عليا، الحمد لله نعدي المرحله دي على طول. يعني انت كده قلت اللي انا هقوله. انا فاهم جدا انت بتتكلم فيه. بس هو انا عايزك حابب. انا اصلا في حنين كده بيني وبين السينما، اللي هو انا بحبها جدا، بس في نفس الوقت مش لازم اتفرج عليها كتير. يعني انا بقدر تفاصيلها، وبقدر بقى الاضاءه، وبقدر المونتاج، وبقدر السكريبت، وبقدر صدق السكريبت والتويستات واداءات الممثلين، ومين فيك ومين قوي ومين خد المدرسه الفلانيه ومش عارف ايه، والكادرات وهنا كان قصده ايه، والكادر ده تكوينه كان. انا بقعد اعمل كده يعني. لو انت بصيت عندي شويه هتلاقي ان انا في حلقات ومسلسلات تلاقي بقعد بقى افندها يعني ايه وتفاصيل، ولما اشوفها مره تاني اكتب التفاصيل فهي ممتعه جدا، ممتعه ساحره حرفيا. يعني انت في افلام تقعد تتفرج عليها، يعني مثلا في فيلم اللي هو الشخص اللي بيتولد كبير. انا عايز افتكر بس الاسم. الشخص اللي بيتولد كبير وملامحه كبيره وبيقعد يصغر، اسمه بنجامين. ايوه بوتون. ده كيس اوف بنجامين بوتون. ده فيلم ساحر، هو ملوش حل، ساحر حرفيا. انت في اللقطه اللي هي بتاعت الديجافو، اللي هي بتاعت حبيبته لما بتطلع وبتتخبط، فهو بيقول لك لو كان ما حصلش ايه، ويقعد يجيب لك شطات ورا بعض تك 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 تك. حاجه فكره الحياه، هو الباترفلاي افكت. كنت لسه يعني كنت لسه هشوفه من يومين كده، بس ما جاش وقت يعني. هو صالح لاعاده المشاهده، صالح جدا لاعاده المشاهده. هو ساحر قوي. بس انت بتيجي تقعد تتفرج على الافلام، بتيجي تقيس طب هو انا مش استفدت ايه؟ لا يعني بلاش دي، عشان هو اصلا هي حاجه ممتعه في الاول وفي الاخر، بس هي خبطت في ايه في العقيده عندي، خبطت في ايه في معتقداتي، خبطت ايه في ايه في حياتي، اللي منها انا هطبقه في حياتي. ما بتلاقيش اي حاجه، وتلاقي انها بتفسد ما بتصلحش. وفي اطفال برضو بتتفرج، فانت لما انت تشوف هوسك بيها وتطلع مهووس بيها، فلا بلاش، نشوف حاجه انفع. طبعا انت كده حكيت تجربتي مع السينما. حقيقي انا كنت بقى عايز انت كده قلت تجربتي مع السينما ومع الدخول في المجال الوثائقي. طب لا انا في حته برضه عايز اروح لها، لان انا ما احتكتش بيها قوي. انا دلوقتي، انت كنت الدوكيومنتري صح؟ كنت متخصص دوكيومنتري صح؟ تمام. عملت حاجه بايدك؟ يعني عملت حاجه فيلم وثائقي بتاعك؟ ما عملتش حاجه بالكامل، عملت يعني حاجات تسجيليه صغيره كده باشتراك مع اخرين، وحاولت اجرب نفسي في افلام قصيره دراميه
شوف كده، بس الامر لم ينجح تماما. صعب 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 صعب. عارف انت الجهود الذاتيه وهنصور ايوه بالظبط. وايا كانت الامكانيات وهنوصل بالمش عارف ايه، فاهم؟ في ممثل في مسلسل كبير قوي هو اتشهر دلوقتي، مش عارف. حاتم صالح. حاتم انا يعني كان معايا حاجات لتصوير معاه. هو اسمه صلاح تقريبا، مش فاكر. المهم يعني حاتم صلاح. صلاح حاتم صلاح. يعني كنت انا مصور معاه فيلم. هو شاطر تجربه كده، شاطر قوي بالمناسبه. بس لسه الخام عندي وما عملناش بيه حاجه، الحمد لله تمام. اصلا هو انت بتقعد تسمع يعني، شفت مثلا الافلام جايه بتاعت عمرو سلامه؟ ممتعه. بص كل حاجه في السينما ممتعه. لا رائع. في ناس بتتكلم اصلا عمرو سلامه ممتع في طريقه كلامه. هو شخص بعيدا عن ارائه اللي انا بختلف معاه كليا، بس هو لما بيجي يتكلم في السينما انا بقعد اسكت اسمعه. بص السينما طبعا ممتعه زي ما انت بتقول، وبالنسبه لحد يعني شاطر وعنده اللي يضيفه، وبيحب الحاجات الجديده، ويحب يبقى يعني يدخل حاجات جديده ويجرب حاجات جديده، وعنده سرعه تعلم والكلام ده. ضيف ده على ده، يعني حط الاثنين على بعض، هتطلع لك حد في السينما لو تعب على نفسه هيعمل حاجه كويسه. تمام. في يعني ملحوظه هنا صغيره، ان انا برضو يعني السينما دي قديمه معايا شويه. انا كنت من وانا في اعدادي، يعني وانا صغير يعني، ما كانش في بقى الدش ولا القنوات الفضائيه ولا الحاجات دي كلها، بس كان في برنامج اسمه الفن السابع. بيجي على القناه الثانيه كل يوم خميس، يجيب فيلم اجنبي. تمام. ده كنت انا مواظب عليه على طول. كل يوم خميس في خناقه بيني وبين ابويا ان لا انام بدري، لا انا هقعد اتفرج على الفيلم، وبقعد اتفرج على الفيلم عادي. فانا بحب الافلام عموما والافلام الاجنبي وبحب السينما، ودخلت بقى ويعني كنت مهتم جامد، وقلت بقى انا ادوس في المجال ده واعمل حاجه. فخدت نفس الدوره بتاعه الصحافه، ان انا هقدر اعمل حاجه وهعمل حاجه كويسه. وطب الحاجه دي يعني ممكن تبقى كويسه ممكن تبقى مش كويسه، بس عادي انا هظبط الزاويه بتاعتها والاتجاه بتاعها واقول ان هي حاجه مفيده فخدت تقريبا نفس دوره التجربه بتاعت الصحافه، لحد ما انتهيت الى ان انا حاجه من الاثنين. لو انا عايز ابقى بشتغل وباكل عيش وبصرف على اسرتي، فانا اشتغل اي اللي يجي قدامي. النحت بقى بمفهوم السينما، اي نحت، اي حاجه جاي لي كليب، جاي لي مش عارف ايه، وبدات بقى اخد الاتجاه ده عشان المبدا اللي انت كنت هتدخل عشانه بدا يعني خلاص بدا يتشتت من البدايه. انا لسه ما دخلتش فقررت يعني في جمله انا ما بنساهاش خالص. كنا بنصور كليب لجامعه، ففي شوت هاخده لمطربه. فصاحبي اللي هو مدير التصوير بيقول لي خلي بالك الشوت ممكن يتقال عليه كلام، يعني يعني انت عايز الشوت يبقى احسن من كده شويه، ما يبقاش يعني من الزاويه دي يعني. فقلت له هي دي الزاويه المناسبه، طالما هي دي احسن زاويه احنا هنصورها، مش مشكله. فروح الفن طلع، عارف انت عارف بقى. وبعدين انا لما درست اخراج درست علي بدرخان، وعلي بدرخان انت تعمل يعني المدرسه بتاعته الناس تضرب في الحيط. هو كده، واللي هو ايه اللي هو شوف الفن، شوف السينما عاوزه ايه. تارانتينو من الاخر يعني شوف السينما عاوزه ايه بالظبط. فانا ما بنساش الجمله دي، فقلت الحمد لله ما كملتش. علي بدرخان تقريبا هو اللي اخرج ايام السادات، صح؟ مش عارف الصراحه. مش عارف. طيب ما جامد. طب ما تحكي لنا شويه عن التجربه، عن الورشه بتاعت علي بدرخان، ولا سر؟ لا هي مش سر، بس ما فيهاش تفاصيل، فيها عالم لا انتمي ليه. ناس بقى غريبه، انا يعني ناس بقى ايه، الناس كلها عايشه من اجل الشاشه والسينما والفن، فاهم؟ وانا مش كده، انا عندي اهتمامات اخرى وعندي اسره وعندي ولاد. فانت فجاه لقيت المحور بيوسع قوي. يعني ما كنتش انتمي للناس دي. يعني لما كنت بتكلم كلام وهما بيفهموه وبتفهم بتكلم مع حد، حاسس ان انا بمثل وبتكلف كتير عشان يعني اعرف اتواصل مع الانسان اللي قدامي ده. انا مش هنا، يعني مكاني
مكان، انا كل احساس المسيطر عليا في ان انا مكاني مش مع الناس دي، بغض النظر عن ان انا بحب الحاجه واقدر اعمل فيها جديد، بس انا مش الناس دي، المجتمع اللي حواليا ده مش مكاني خالص. يعني ده ملخص التجربه بتاعتي في السكه دي. طيب خلينا نقول لو في حد هيعمل ناوي الافلام الوثائقيه، يعني ناوي يتفرج على افلام وثائقيه وهو مش، يعني انا اصلا من الناس اللي بتتفرج مش قارئ جيد مثلا، مش كده يعني، فترشح لنا حاجه في الافلام الوثائقيه، ولا انت مش متابع جيد يعني؟ لا يعني مش متابع جيد، ومفيش حاجه معينه معلقه معايا. تمام. طيب اخر حاجه، لو احنا مثلا انت دلوقتي قعدت بعد الجيش، قعدت سنه في الموقع، سنتين معد صحفي، فاحنا كده خلصنا الجيش عندنا 24 سنه صح؟ خلصنا الجيش عندنا 24 سنه، سنتين بقى عندها 27 سنه. حلو. تمام. قعدنا سينما سنه تقريبا برضه. فاحنا 28 سنه، خلصنا الجيش واتجوزنا 24 سنه. ماشي. اشتغلنا سنه داتا انتري في الموقع، بعد كده اشتغلنا سنتين معدين صحفيين، تمام، فكده 3 سنين، وبعد كده سنه في مجال الفيلم ميكنج، 4 سنين. انت كل ده متجوز، خلفت؟ وقتها كنت خلفت صح؟ خلفت ما شاء الله. خلفت ولدين توأم طيب بعد سنه من الجواز، يعني انا عندي 24 سنه. ما شاء الله ما شاء الله. هنجي لهم، بس مش ده سؤالي. انا سؤالي في الوقت ده انت ازاي كان بيجي لك قلب تشفت قرار منك انت، وازاي يعني لو ينفع تجاوبني، يعني ازاي زوجتك كانت بتتقبل ده، يعني او يعني كانت بتتقبله ازاي، وانت نظرتك ايه، يعني هتبدأ في حاجة جديدة ازاي؟ يعني وانا بكلمك دلوقتي وقتها انا مش عارف ازاي كنت بعمل كده بصراحه. يعني وانا بفكر دلوقتي مش عارف ازاي كنت بعمل كده، بس انا كنت بعمل ده بسهوله شديده، بسهوله ببساطه. يعني انا مش عاوز اشتغل في الشغل ده، فيا فلان يا فلان يا فلان، انا مش عاوز، مش هكمل في الشغل اللي انا فيه، مش عاوزه. في يعني عندك ايه شغل فتيجي تشتغل كذا، تمام يلا. يعني رزق ربنا ليا، يعني انا زوجتي انا هعمل كذا، ماشي تمام مفيش مشكله. تمام. مفيش صياح ولا في اي حاجه خالص. ما شاء الله، ربنا يديمها عليكم نعمه. الحاجه بقى الادفانسد في الموضوع ده، اللي هي بس مش مجرد ان انا بغير مكان شغلي، انا كنت او مجال شغلي، انا كنت بغير مكان مجال شغلي ومكان اقامتي. يعني احنا مثلا خرجت من القريه بتاعتنا، جيت الجيزه، تمام، فكنت قاعد في اكتوبر، فلسبب ما قررت احنا هننزل نقعد في الدقي، جنب الدقي على طول يعني، تمام. قعدت في اكتوبر حوالي سنه وشويه، سنه وكام شهر كده، بعدين نزلت الدقي، قعدت برضه حوالي سنه، وبعدين رجعنا اكتوبر تاني. تخيل الكلام ده في كام، في 4-5 سنين ماكسيموم. تمام. دي فتره قليله وتنقلات سريعه. وانا لسه في شغل السينما، بعد يعني اللي هو ايه، بقيت في قرار ان انا مش عاوز اكمل، بس لسه شغال ستيل، ما هو ده اللي انا شغال فيه. فنقلت، رحت مدينة العاشر من رمضان، عشان كنت مستريح للجو هناك. مش عارف ايه ده، صح، حاجات غريبة جدا. لا مش غريبه، انا مبسوط ان انا قاعد معاك، مبسوط ان انا شايف في حد شبهي، يعني هو بياخد قرارات مش عقليه 100%، وبياخد قرارات خلينا نقول مبنيه وبيست اون راحته، انا مرتاح فين. انا عندي سؤال تاني يعني. طيب انت دلوقتي اهلك واولادك والدراسه والكلام ده، يعني هم في كل مكان المفروض بياخدوا فتره عقبال ما ايه يعملوا ادابتنج. اهلي كابويا وامي؟ لا بتكلم على اسرتك. اسرتي هم ولادي لسه صغيرين طبعا، من 2 ولا 3، فاحنا كده كده بنشيلهم معانا زي الشنط وزي ما قلت لك انا زوجتي كانت هي يعني رزق ربنا ليا، هي كانت تمام، يعني انا هعمل كذا عشان كذا، طب نتكلم شويه وخلاص، وتفهم بس انا دماغي ايه وشغال، مفيش مشكله. طب انت في الشيفت ده انت بتاخد قرار وانا هنفذ، ولا انت او بتشارك حد قراراتك، ولا انت بقعد لوحدي واختلي نفسي اقرر هنعمل كذا؟
هعمل كذا. ومراتي بتحس وانا قبل ما اكلمها. انت يعني رايحين بقول فين المره دي؟ والله يعني انا بقول لها مثلا انا في موضوع مهم عايزه اكلم فيه، بتبقى عارفه يعني بعد مرتين كده 3 هي خلاص بتبقى عارفه. فكرتني بمين؟ وبعدين وصلت بقى المرحله الاخيره ان هي كانت لما بتشوفني سهران يعني بشكل معين، مش قاعد بقى، يعني احيانا في طقوس. يعني احيانا اسهر ومش دي مش عادتي مثلا اسهر في الوقت ده او في اليوم ده، وابقى بتحرك كتير في الشقه وبقوم من اوضه لاوضه، ممكن افضل امشي كده زي ما بيجوا في الافلام في البلكونه كده، عارفه ان في حاجه في دماغي بتطبخ هاخد فيها قرار في حاجه، فها ايه اللي جاي. خلاص اتعودت بقى، ربنا يكون في عونها. الحمد لله. هو اهم حاجه انتوا طالما انتوا تمام احنا ما عندناش مشكله. طيب بعد الدوكيومنتريز والمجال السينما الشيفت كان على فين؟ الشيفت كان على الواحات البحريه. و3 سنين. 3 سنين. وبرضه اسرتك رايحه معاك على طول. كنت انا طب خدنا معاك في رحله كده، تعالى نرجع، تعالى نفلاش باك وخدنا معاك. انا دلوقتي قررت انا رايح كده، طب رايح على فين؟ والشقه انا هاجي لك التفاصيل. قول لي. ماشي. اخويا كان عنده بيزنس كده، بيتاجر في حاجات خاصه بالري بالتنقيط وكده، محل وكده في مطروح. وبعدين هو شاف ان السوق في مطروح مش كويس، فقعد يدور على سوق تاني، فنزل له على الواحات البحريه. انا ما كنتش عارف اسم الواحات البحريه ده اصلا، ما اعرفش في حاجه في مصر اسمها الواحات البحريه. فهو راح البويطي دي المدينه الاساسيه، يعني المدينه الاساسيه في الواحات البحريه. فراح وشاف الدنيا ولقى ان الدنيا مناسبه، فجه فقال لي احنا في مكان في مدينه اسمها البويطي وانا هنقل فيها. فانا قلت اتريق عليه شويه، يعني ايه البويطي دي؟ اول مره اسمع عنها. بدات اسرش عنها واشوف البويطي دي في حته كده ما تفهمش بنروح لها ازاي، وبناخد وقت رهيب على ما نوصل يعني. وهو راح وظبط نفسه كده، فهو كان بينقل بقى البضاعه وهيأجر مكان وكده. فقال لي تعالى معايا يعني نشوف المكان سوا ونشوف هنعمل ايه وكده. فقلت له تمام. رحت فانبهرت بجو الواحات، مش جو الاتموسفير يعني، بالحياه وبساطتها وطولة البال كده والروقان اللي الناس عايشه فيه. هم الناس في الواحات مش حاسين بده، هم حاسين ان هو ده العادي والناس كلها كده يعني. لما بينزلوا مثلا القاهره كام يوم بيبقى منزعجين شويه، بس مش حاسين فعلا بالهدوء اللي هم عايشين فيه. فرحت، عارف احنا مثلا يعني انا نزلنا الواحات. اول ما وصلت الساعه 2 الظهر، تمام. ففي عاده في الواحات ان هم من بعد الظهر لبعد العصر بيقفلوا المحلات. بتمشي في البلد بالظبط يعني، خصوصا في الصيف كانك الساعه 2 بالليل مثلا، من الظهر للعصر. هو حاليا البويطي دخلها ناس بيسموهم اغراب، يعني ناس مش من اهل البلد كتير، والطرق اتحسنت واتظبطت. فالبويطي دلوقتي في طريقها الى المدينه، الى المدنيه، اللي هي بقى ايه؟ ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها. تمام. بس انا لحقت اواخر الجمال. احنا كنا ماشيين في محلات مفتوحه ما فيهاش حد. ده امان، درجه امان درجه امان. انا لو حد قال لي كده عمري ما كنت اصدق. تمام. بس انا شفت ده بعيني، ماشيين المحل مفتوح وما فيهوش حد، عادي ممكن حد ياخد حاجه، بس هو ما فيش حد هياخد حاجه يعني. مشينا مسافه قد حوالي كيلو في الطريق الرئيسي للبلد. مش انا عايز حد اساله اقول له هو في ايه يعني، في وباء مثلا انتشر هنا فالناس هربت. حاجه غريبه، وبالنسبه لي انا بحب الحاجه الغريبه يعني. فتخيل السسبنس بقى، انت داخل ماشي في مدينه الساعه 2 الظهر، مش لاقي ناس تكلموا، في بيوت، في محلات مفتوحه ومحلات مقفوله، بس انا ماشي مش لاقي ناس. مشينا في مسافه طويله يعني، اللي نزل بوتي مشينا حد مثلا نزل الشباب اللي لو حد هينزل فيه مفيش خالص حد. لقيت فيه واحد بيمحر في دور تاني في بيت، فوقفنا. ناديت عليه عشان اقول له احنا عاوزين اي حاجه هنا يعني، في ناس عاوزين بني ادمين، عاوزين نأجر محل.
فهو الراجل ده ما كانش من البيوت يعني، فانا بقول له يعني هو فين الناس يعني كده؟ قال لي بص ممكن تشوف مسجد ولا اي حاجه كده رايح لحد العصر، بعد العصر هتلاقي الناس خرجت والدنيا تمام. وقد كان. فانا بقى عجبني الجو ده، قلت بس انا كده هسيب الكوكب وهاجي كوكب الوحاد ده، حلو جميل مناسب، والناس تعمل حاجات غريبه وانا بحب الحاجات الغريبه وهاجي هنا. وخدت القرار بنفس الطرق السابقه يعني، اللي هو خلاص احنا هنيجي هنا. طب انا هاجي هنا مثلا هشتغل ايه بالظبط؟ هعمل ايه؟ هدور بقى يعني. هو خلاص الامر الواقع ان انا هاجي، ثم ماذا بعد نشوف بقى. يعني احنا بننط ونشوف اللي هي يعني مش بنط بس ببقى خدت القرار. يعني انا هعمل كذا، يعني بفكر مش اعمل ولا ما اعملش، انا بفكر اهيئ ظروفي ازاي ان انا اعمل الحاجه دي. ف قعدت بقى اتكلمت مع اخويا شويه وظبطنا الدنيا ان انا ممكن اشترك معاه في اداره المكان دوت، وان انا يعني جزء من شغلي هرجع شويه لشغل الاعداد الصحفي، بس شغل بقى ديسك وحاجه تمشي اونلاين يعني، حيث ان انا عندي خبره بالكلام ده. ولو في حاجه ممكن تتعمل بقى مثلا فريلانسر كده مثلا، مونتاج سكريبت يتكتب، عارف انت بقى اللي هو ايه شغل كده طريق كده، بس عندي حاجه اساسيه صغيره هتكفيني في اللوحات وازود بقى من خلال خبرتي يعني. وقررت ان احنا هننقل، وخدت مراتي وديني الاثنين ورحنا قعدنا كام يوم كده في فندق هناك، وبعدين خدنا شقه مفروشه حوالي شهر بس نفهم الدنيا ونجرب الاول يعني. وبعدين اجرت شقه وخدت كل العفش بتاعي هناك ونقلت قعدت في 3 سنين. بعد كده هناك في الواحات بقى كان الاراضي هناك ممكن تاخد ارض بارقام رخيصه جدا، فالموضوع مغري لاي حد ومبهر ورائع. بس لما بتاخد الارض بتكتشف ان انت كان المفروض تاخد ربع الارض دي او خمسها او كده يعني، عشان انت صرفت فلوسك ولسه محتاج اضعاف الفلوس دي عشان تعمل حاجه اصلا نعمل حاجه في الارض بقى. بالظبط. فخلال ال3 سنين دول خدت تجربه، يعني خدنا ارض يعني ملخصها ان انا جمعت مجموعه من قرايبي واصحابي وقررنا ناخد ارض ونعملها مزرعه نخل، وما زالت موجوده يعني، قربت يطلع فيها شويه بلح كده صغيرين. لسه معاك يعني؟ انت موجود لسه موجود لسه موجود. الحلو يعني الحاجه اللي عجباني في التجربه دي ان انا ما كنتش عارف حاجه خالص عن كالعاده يعني كالعاده. بس انا يعني كنت باخد مثلا العربيه واتحرك على المزارع، يعني مزرعه موجوده اهي وفي ناس جوه، اقوم راكن وداخل عليكم، السلام عليكم يا جماعه انا من المكان الفلاني وفاتحين كذا في البويتي، في اول البويتي، وانا عاوز اشتري ارض، اعمل ايه؟ خدت بقى كميه نصايح وتوجيهات وحاجات اكتشفت بعدها انها غلط وحاجات كانت صح، بس انا من كتر المعلومات اللي جمعتها بقيت المعلومه بسمعها بعرف اذا كانت المجموعه دي في المعلومه دي في الاتجاه الصح ولا في الاتجاه الغلط، اذا كان اللي بيقولها ده تناقض يعني، كان اذا كان اللي بيقولها ده بيهبد ولا بيقول لي كلام صح. اصل انا خدت كلام كتير فقدامي معطيات كتير. فاخدنا اشترينا الارض وقعدنا سنه كامله 12 شهر ما حطيناش فيها دبوس. ما قعدت قد ايه؟ 12 شهر سنه من اول ما اشتريناها يعني. اول ما اشتريت حسيت ان انا ورطت نفسي ورطت ناس معايا بقى، ففضلت سنه اسال، سنه كامله بتذاكر، اسال اذاكر اي حد، عن واحد عنده محل، واحد مش من الواحات، واحد من الواحات، كل الناس بسالها عشان اعرف ايه اللي ممكن اعمله في الارض اللي معايا دي. والحمد لله جمعت معلومات كويسه واتحركت يعني خطوه نص خطوه مش خطوه عشان ما اخسرش يعني فلوس الناس وفلوسي اللي محطوطه في الارض دي، لان الارض الصحراويه
لو انت مش دارس انت هتعمل ايه، تقدر تحط مثلا 5 مليون جنيه في ارض و... وتيجي بعد مثلا سنه ولا حاجه ولا سنتين تلاقي ال 5 مليون دول ولا اي حاجه، عادي صحراء قدامك زي ما هي. بيحصل ده، يعني بيحصل بسهوله، بسوء تخطيط وكده. طيب النخيل او النخل كان في الواحات البحريه حاجه متداوله او حاجه طبعا الواحات اصلا المصدر الاساسي لاهل الواحات البحريه بعد السياحه لحد 2010 هو النخل. لحد 2010 كان مصدر اساسي السياحه من زمان بقى، من سنين. سياحه لايه؟ سياحه كامب، يعني كامبس السفاري وكده. السفاري وابار سخنه وجو الصحراء في اصلا، يعني الواحات البحريه في هناك عندها الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. الصحراء السوداء دي عباره عن صحراء كتير، الارض بتاعتها كلها صخور، صخور متبقيه، صخور بركانيه، فيها صحراء وسوداء فعليا. وفي صحراء ثانيه بيضاء، حرفيا بيضاء، مش بيتقال كده مجازا. فهي لا، الطبيعه ساحره وممتعه وحاجه جامده جدا يعني. بس لحد 2010، بعد 2010 السياحه اتضربت هناك، فبداوا يركزوا في النخل، والنخل طبعا اساس حياتهم برضو يعني من قبل كده. بس طيب فانت يعني بعد السنه ابتديت الدنيا بعد السنه ابتديت بقى أنا عارف انا عندي معلومات كويسه ان انا هبدا يعني هزرع ايه وقد ايه واعمل ايه وهصرف كام وكده، وبدات وخلال السنه ده انت مشارك اخوك في مشروع الري بالتنقيط، بتعمل حاجات كده فريلانسنج كده خطيف وعايش. كانت حاجه جميله بصراحه. خلينا نقول ان كده خالد سلامه ما كانش عايش على فكره اللي هيقعدني كمان كام سنه. هو انا طالما دلوقتي تمام، او طالما انا عايش دلوقتي فانا تمام، يعني ما كنتش باصص لقدام كتير. بص خلينا نقول ان انا ما كنتش باصص لقدام، صح. انا كنت بحاول، يعني كنت باصص لقدام، بس يعني اللي باصص لقدام ده بيبقى يعني عنده مثلا هدف بيتحرك وراه. انا كان بس كل هدفي ان انا ابقى في مكان او في مشروع بيوفر لي دخل بدون ما ياخد من وقتي كتير، عشان انا وقتي محتاجه في حاجات تانية. وده هدف يعني ايه، مش صح يتحط في اول حياتك، او لو هتاخده بقى يبقى في اول حياتك، يبقى من اول حياتك قوي، يعني 15 سنه مثلا، وانت عندك 15 سنه كده حط الهدف ده واشتغل عليه هيظبط معاك. ان انا ابقى فريلانسنج من عندي 15 سنه، ان انت تبدا في ان انت تبقى عندك هدف، ان انت يبقى عندك بيزنس او مصدر دخل ايا كان هو ايه، ما بياخدش من وقتك كتير، يعني ده هدف من الاول. فانا شغلي على الهدف ده بدات فيه من وانا عندي مثلا 24 سنه، فمتاخر لا، يعني انت هتاخد وقت كبير عشان توصل. اصبر بقى اصبر. فهو بقى كان ما بين ان انا اصبر وما بين ان انا عمال ايه، يعني الروح المنطلقه. بالظبط كده. وبعدين فجاه لقيتني داخل على 30 سنه. فجاه ما احنا بنتحرك. انت سنتين هنا 28 في 3 سنين في الواحات بين 31 سنه. سنتين هنا، سنه هنا، سنتين هنا، وكل ده لسه حاجه 20، فشايف نفسي لسه صغير يعني. كده انتصف اصلا ايه. ففجاه لقيتني داخل على 30 سنه. وبعدين بقى يعني هي بقى المزرعه دي لسه، المزرعه النخل دي عشان تجيب منها فلوس بعد 7-8 سنين، يعني حاجه 7-8 سنين بجد، مش كلام مبالغ فيه ده يعني عشان تجيب منها فلوس بعد ما تقضي احتياجاتك والناس خدت فلوسها، ولا عشان يطلع منها جنيه اصلا؟ انت هتفضل طول 7-8 سنين بتصرف عليها. يعني هي كل ده بتنمو ولا ايه؟ بتنمو. النخل النخله النخله بتبدا تطلع بلح بعد 4 سنين بس، اللي هي تبدا. ده كل دوره يعني لا مش كل دوره، كل ده في البدايه. في البدايه بس تاسيس يعني كده، يبقى بنهزر كده. حبيبي كام انا بعد كل 4 سنين مش كاس عالم. بس هي بتبدا تطلع، يعني مثلا بتجيب خمس انتاجها بعد ال4 سنين دي، بس عشان دلوقتي تبقى اسمك بتمسك منها فلوس وعندك المشروع اللي بيجيب لك فلوسك ومظبط عمرك 7-8 سنين بس. تمام. انت قعدت سنه بتسرش؟ قعدت سنه بسرش، وقعدت سنتين بنفذ. سنتين بتزرع بقى وبنجيب بالظبط، وبجيب ناس وعمال بقى وتعامل وقاعد متفرغ لهم. حاجه جميله.
ليهم طب انت كنت معلش كنت بتستحمل ازاي ضغط الشركاء، الناس اللي معاك او الناس اللي حاطه فلوس؟ يا ما خالد انا بقى كنت فين النخله يا خالد؟ حلوه. ما هو انا بقى كنت يعني الموجودين قرايبي واثنين وده اسوأ. انا ما هو ممكن في حالتك انت كان الطف يعني. حلو. هو بص، هو الموضوع محرج ورخم. بس انا بحب المسؤوليه، يعني انا بحب اكون مسؤول. تمام. وقد كلمتي وقد اتفاقي. فانا الناس من الاول قلت لهم يا جماعه احنا بنجرب. ماشي. يعني احنا بنجرب. انا يعني درست كتير وسالت كتير وكل حاجه، بس احنا بنجرب. تمام. فانتوا معايا نجرب شغال، اللي مش عايز يجرب ما يجيش. ماشي. فلما كنت بحس بلهجه اللي هو ايه وفين وكده، كنت بقول يا جماعه احنا كنا بنجرب. انا ماشي. فاكر. ايوه طلع السيديهات. احنا بنجرب. فاحنا ونصيب. فده كان مريح شويه يعني. اداك وقت يعني على اداني وقت والوضوح حلو، مع ان انا برضو ببقى متحمس لاي مشروع. الى حد ما ممكن تحس ان انا بعمل البحر طحينه يعني. انا عارف الناس دي، عارفها وحاجه مش عارف ايه وهنكسب ودرست وسالت وعملت والكلام ده كله، ولكن في الاخر احنا بنجرب برضه. عندي سؤال جامد قوي. انت دلوقتي ابتديت وشايف ان الدنيا بدات تبعد، حماسك اللي انت ابتديت بيه المشروع طبيعي بدا يقل، وحسيت ان انت ورطت نفسك، صح ولا انا بستنتج غلط؟ بشكل ما. لا حماسك ما انطفاش. لا ما انطفاش. المزرعه بس السؤال مش يعني في المزرعه خصوصا عشان انا حاببها وعملت كل حاجه فيها بايدي في الاول. فعارف انا فين. ميمي في احمد في مطب صناعي. بالظبط. ميمي جدا. وبعدين المزارع حواليا ناس يعني قبلي وبعدي وكده، ناس ما شاء الله معاها فلوس مهوله وبيصرفوا صرف جامد. الشركاء ولا الناس لا المزارع التانية. المنافسين. مش منافسين، هم جيران يعني. منافسين. فالناس بتصرف جامد. وانا عارف اللي هو ايه، بدون امكانيات بس واقف كده وسطهم. انت بتعمل فيلم بجهود ذاتيه وبيتر ميمي بياخد 50 مليون للفيلم بتاعه كده. شفت محمد هنيدي لما كان بيقدم على بودي جارد، على انه يبقى بودي جارد، فاكر في فيلم تقريبا وش اجرام. فهو انا محمد هنيدي في وسطهم كده. الناس عارفه هي رايحه فين وبتعمل ايه وبتصرف، وانا ماليش فلوس. بس اديني ايه جاي معاكم كده. انا هعطف معاك. طيب ايه اللي حصل فسبت الواحات؟ انت الحياه كانت لطيفه. ايه اللي حصل؟ وانا في الواحات بدات اهتم بشكل مختلف. انا مهتم بالتربيه من زمان، من وانا في اعدادي وثانوي. بس بدات اهتم بشكل مختلف عشان انا عندي. طب قبل ما نسيب النقطه، عشان النقطه دي مهمه، انا خايف انساها. انت ايه اللي يخلي حد شاب عنده 15 16 سنه يكون مهتم بالتربيه؟ يعني انت بص هو كمجال شدك؟ لا انت باصص او مش مجال ليك ان انت تشتغل فيه اصلا؟ مش لازم تديني اوبشن، انا هقول لك الاجابه. طيب. بص، هو يعني الاجابه مش انا عارفها قوي بقى، فعشان كده بقطع عليك الاوبشنز. بس انا ممكن استنتجها. انا مش عارف ايه السبب، مش عارف ايه اللي خلاني اهتم بالتربيه، مش عارف. بس انا من طبيعه شخصيتي وتكويني ان انا يعني بحب الحاجه تتعمل بشكل صح. حلو. فلما نيجي نسقط ده على المجتمع، فانا شايف المجتمع مش عايش صح، يعني مش عايش مظبوط. انت في كل حاجه كده للاسف. يعني كماليه بقى وبرفكشنزم. انا مريض. سلم عليا. انا مريض. انا مريض بالبرفكشنزم. مريض حرفيا مريض يعني. الموضوع ده مؤثر على حياتي تاثيرات هو بيقنعني بقالنا كتير يعني. احنا في المشكله دي بقالنا كتير. هو محمد امام دايما يعني عادي بنتعلم، عادي بنغلط، عادي انا بنغلط نتعلم، لا لازم نبقى مش عارف ايه ولازم. مصيبه. دي كارثه، موضوع صعب. انا بتعالج يعني. طيب نكمل. انت بتحب الحاجه تكون بتعمل صح، وانت شايف ان المجتمع طالع صح غلط. فان انت تتعلم تربيه او تعرف تربي الاطفال الصغيرين اللي انت بتطلع عين ابوهم دول صح، دي من الحاجات اللي تخلي المجتمع يتظبط ويتصلح والدنيا تبقى احسن. انا حاليا بستنتج، انا ما كنتش مقرر ده وانا صغير. انا مهتم جدا بمجال التربيه برضو، حتى قبل ما اخويا الصغير يجي. يعني انا اخويا الصغير مركز جدا في تربيته، بس حتى من قبل اخويا الصغير يجي
اي حد يعني ابتديت كده، كان في ترند، انا اصلا بحب علم النفس تمام، فاي شخص غير سوي، اي شخص عنده مشكله تيجي تشوف احنا اصل المشكله فين، التربيه. طبعا. اصل ده اساسي. اتزعق له، اتضرب، اتقاطع، حرام، مش عارف اتمنع، ايه مش عارف ايه فكله اصلا. فايه طب ما نذاكر بقى، يعني نطلع اشخاص اسويه بقى، نذاكر بقى يعني. ده استثمار. ازمتي مع الحياه ومع المجتمع. مم. نذاكر يا جدعان التربيه. بس ده بشكل او باخر انا بحس ان ده هدك قوي. يعني انا وصلت لمرحله ان انا اي حاجه بعملها في حياتي بحس ان انا ما ينفعش اكون عارف عنها معلومه كده، يعني ما ينفعش اكون عارف اللي يقضيني. انا ببقى محتاج اذاكر هو ده جت منين، واحنا هنعمل دي ازاي، وهنوصل لايه فين، وابقى عارف المسميات والمصطلحات. بس ده هدك، يعني انا في حاجات مش لازم اكون عارفها. بالظبط. انا ممكن افيدك في الحته دي بعد ما اخلص. ماشي تمام. طيب احنا دلوقتي في الوحدات. وانت بتقول بدات تبص للتربيه، انت كل ده رحله التربيه مكمله معاك؟ عادي يعني، اللي هو انا بحسن او بتعامل في التربيه بمفهومي عنها وبالحاجات اللي انا قريتها او سمعتها طول حياتي بشكل عادي، بشكل طبيعي. بس انا بدات اتفاجئ ان عندي طفلين عندهم 3 سنين يعني 3 سنين 4. اول ما بدات اركز كان عندهم 3 سنين. في حاجات بقى بتحصل محتاج اكون عارف اتعامل فيها ازاي. في اطفال مثلا بتتخانق، في كلام يعني، في ناس ممكن المفروض ما اقعدهمش معاهم. في حاجه لازم اكون فاهم هي بتحصل ازاي. ما ينفعش يكون عندي طفل ان انا مسؤول عنهم، وانا يعني قلت لك ان انا بحب اكون مسؤول وقد المسؤوليه دي. فانا في طفلين دلوقتي انا مسؤول عنهم، فلازم اكون عارف ايه يعني هعمل مع دول ايه. وبعدين 3 سنين في مكان زي الواحات او في اي مكان في مصر حاليا، 3 سنين انا عايز اروح الايه، الحضانه. الحضانه يعني مكان مجهول بالنسبه لي. مين اللي هناك دول، مين هوديهم لمين، هيعمل معاهم ايه. انا اصلا انا ما بثقش في الاخرين بسهوله يعني. فبدات اسرش ان انا اعلم الولاد ازاي، اعلم ولادي ازاي بره المنظومه الحاليه بتاعه الحضانه والمدرسه، واديهم والكلام ده كله. يا جدعان والله انت قاعد هنا، انت قاعد هنا بجد. احمد ربنا بقى، انا هجي لك من المستقبل. فانا بدات اسرش كتير على الموضوع ده، وان انا مش عاوز ادخلهم مدارس خالص في مصر، عاوز اعلمهم يعني اي حاجه بقى اونلاين تبع دوله تانية. المهم اي نظام تاني غير اللي انا عارفه. اللي انا عارفه وحش، نتائجه محفوظه. احنا عايشين فيه كلنا. فانا عايز اخرجهم بره الحكايه دي. ومن هنا بقى بدات يعني اول حاجه اتعرفت على جروب اسمه التعليم المرن. التعليم الايه؟ المرن. 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 مفيد مفيد جدا. لا ابعت. لا انت بقى جيت في ملعبي. هنا اساس ملعبي بقى في حياتي بقى. طيب احنا دلوقتي بعد التعليم المرن، يعني انت وصلت لايه في نقطه ان انت وصلت لان في كده، يعني انت مش بتفكر في حاجه من المريخ. يعني ده في ناس، وطالما في 1 ولا 2 ولا 10 ولا 1000 فشغال. انا اصلا لو مفيش حد في الحاجه اللي انا بفكر فيها عادي انا ممكن ادوس. ده حاجه هتشجعك اصلا. ايه ده؟ فده طلع في ناس غريب هذا ذوقي. شغال. بالظبط كده. حلو، غريب هذا ذوقي. فطلع في بقى كده يعني، في ناس بتفكر بنفس التفكير، وفي حاجات بقى، في ناس بتقدم حاجات مفيده. وكده كان تقريبا في 2017. ده الايه؟ بدايه ان انا افكر بتعمق في مساله التربيه والكلام. يعني انا اوريدي عندي من سنين، زي ما قلت لك من وانا صغير، ان انا مهتم بالتربيه الصح والاسلام بيقول ايه، وكتب اسلاميه في الموضوع، وكتب تربويه عاديه. وكنت بقرا في علم نفس النمو وانا في ثالثه اعدادي. مش بقرا يعني، انا مش قارئ متعمق، بس اي حاجه تيجي انت الفكره لها علاقه بالانسانيات يعني قدامي بدوس. تمام. عندي سؤال يعني ملح. انت بقى يعني عايزين، او مش رساله يعني، المتعارف عليه ان دايما الاب ما عندوش وقت. انا ما عنديش وقت. طيب فانت كنت يعني، انت بتقول ان انت دايما مشغول ودايما عندك شغل، يعني تقريبا ما فيش فتره انت كنت قاعد فيها فاضي، او قاعد مثلا تقرا جرايد في البيت عادي. تمام. فانت دايما كنت مشغول، ومع ذلك كان عندك وقت للولاد، صح؟ يعتبر.
تمام. او لو مش عندك وقت لولادك فانت حاطط الرولز عندي والنظام، وقت جامد تمام، اللي هم ماشيين عليه. انت عملت ده ازاي؟ ان انت دايما بتوجد لهم وقت، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عندي سؤال، هل كان في جاب بين النوليدج والمعرفه اللي عندك ناحيه التربيه وبين اللي عند زوجتك؟ وهل لو كان في، انت عملت بالانس ازاي ده في ده، وقدرت ازاي ان هي ان الرولز اللي انت حاططها والنظام اللي انت حاطه يفضل ماشي؟ بص، ده السؤال ده بالذات ده محتاج حلقه تانية. طب يعني ادينا حاجه يعني حاجه كده ايه. اصل لو جاوبتك في حاجه هجاوبك بجمله يعني، ماشي؟ ليه جمله يعني؟ ما مش جمله حلقه، فعادي في حاجه يعني انت بدات مثلا، خلي ممكن اسهل عليك، انت بدات مثلا تشركها المصادر اللي انت بتعملها، ولا انت بتاخد الخلاصه وتبدا تقول لها احنا هنعمل 1 2 3 وهتطبقي معايا 1 2 3؟ للاسف كنت بعمل الثانيه، اللي هو احنا بتاخد الخلاصه هنعمل 1 2 3 هنعمل كذا. طيب هل كان بيكون في مثلا زمزقه، هو انا مش عارفه انت بتعمل ده ليه، ولا حلو؟ ما كانش بيبقى فيه مقاومه، بس ما فيش اعتراض. يعني ما فيش مقاومه، ما فيش لا طب ليه، بس يعني ما فيش كده، وما فيش اعتراض. يعني هو حاضر ونعم. تمام، طالما انت شايفه ده صح، ده تمام، ما فيش مشكله. طيب. بس انا بقى كنت باخد وقت كتير في ان انا اعرف وادور والموضوع شددني، عارف حاجه هي دي اهتمام حياتي يعني. وكنت بنقل النتيجه، فالنتيجه طالما بالنسبه لها مقنعه ومرضيه فشغال. مش شرط نشرح الاسباب، مش شرط يعني يبقى في نفس درجه نبقى في نفس المعرفه والاهتمام وكده. طب انت ليه قلت للاسف ان انت كنت بتنقل؟ عشان التربيه عامله زي الزراعه، عامله زي اي حاجه بتاخد وقت طويل، واي حاجه بتاخد انشاء، يعني اي حاجه بتاسسها بالظبط كده. فانا ما كنتش بشرك زوجتي في نفس درجه التاسيس للفكره، للوعي بالفكره دي، ودرجه اهميتها، ودرجه المعرفه بيها، ودرجه ان انا اكون مشدود ومربوط بالفكره دي. فده عمل بعد كده، يعني عمل بينا يعني زي جاب كده، زي ما انت بتقول. انت بقيت فارق. خلى فيه بقى ايه، انتوا بتتكلموا لغتين مختلفين. يعني خلى فيه على الاقل في الموضوع ده، في الحته دي، خلى فيه بقى ان انا بقول حاجات او بتكلم في حاجات احيانا بتبقى مش واصله هي يعني. طب ماشي، ما هو ده اللي احنا بنعمله، بس هو لا، مش ده اللي احنا بنعمله. فنبدا يعني خلق شويه صراعات كده يعني، خدنا وقت شبه طويل على ما ظبطنا في الحته دي. فانت لو هترجع تاني فهتخدوا الرحله سوا بالظبط، عشان تبقوا في نفس يعني كانت عشان كده انا قلت للاسف في الاول ان انا غرست في الرحله لوحدي في الاول، خدت كده انت بتروح كامب كده مع نفسي. بالظبط. تمام. طيب خلينا نقول، انا عايز ردك في حاجه. انت اكيد بتشوف شورت فيديوز ولا بعيد عنها؟ لا، ما بشوفهاش. ما بتشوفهاش؟ بعتبر نفسي يعني ممكن اللي بيشوف الشورت فيديوز ده بيشوف كام شورت فيديوز او ريلز او الحاجات دي في اليوم؟ لا، كتير. ماشي، انا ممكن اكون الشورت فيديوز دي بشوف مثلا منهم 2-3 في الاسبوع. او بتدخل بالصدفة. انت كده بتدخل لحاجه معينه؟ لا، ما بتدخلش لحاجه معينه. لا، ما بدخلش على، يعني ما عنديش تيك توك جامد. ما بفتحش ابدا الدوامه بتاعت الشورت فيديوز دي، ما بفتحش الريلز والحاجات دي خالص. ما بفتحش الحالات بتاعت الواتساب والفيسبوك وماسنجر، ما بفتحش الحاجات دي، انا ما بفتحهاش ولا بحبها. جامد. طيب انا لو انت ما بتشوف، فانا هنقل لك حاجه. انا مهتم بالتربيه، فبيجي لي حاجات بقى ايه في التربيه، فيجي مثلا فيديو يقول لك ايه، مثلا هو بيجيب لك موقف انت عاوز تقاوم ابنك في نوبه غضب ومش عارف ايه، اعمل كذا كذا. فيجي يجيب لك يعمل لك اداء، هو الشخص بيعمل اداء ويعمل عليه غلط، تمام، بس بيجيبه لك عشان يوريك اللي انت بتعمله غلط والمفروض تعمله صح. انا الحاجات دي بتنقطني. يعني هو انت دايما لازم تكون ثلاجه
دايما لازم تكون هادي، وفي عز ما انت بتبقى حاسس ان انت عايز تمسك دماغك ترزعها في الحيطه من اللي ابنك بيعمله او من اللي الطفل بيعمله، مضطر لازم تتعامل معاه بالشكل اللي مش عارف ايه، ويا بابا ممكن مش عارف ايه انت مقتنع. انا مش، بص هو انا عموما مش مقتنع، يعني مش مقتنع. انا بشوف ان العصبيه والزعل طبعا هو ما ينفعش يكونوا موجودين بشكل اساسي، ولكنهم جزء من دوره التربيه او جزء من الحياه زي ما انت قلت. بص خليني اسال السؤال بشكل محدد. انت بتعمل ايه لما بتتعصب تحديدا مع اولادك؟ حلو. وانت كمان شخص هادئ فبتوصل للعصبيه متاخر. ماشي. هنا خلينا نقف كده وقفه صغيره. ماشي. فيما يخص التربيه والاطفال والتعليم ما بعرفش اجاوب على اسئله مباشره. تمام؟ ليه؟ عشان ان كل سؤال ليه اصل. ايوه بالظبط. عشان هو ده نفس التعامل اللي انت بتستنكره من اللي بتشوفه في نصايح في التربيه وحاجات زي كده. فالناس بتتعامل في موضوع التربيه ده معامله اللي هو ايه، انا عندي برد فخد مش عارف كونجستال، عندي صداع خد بنادول، عندي مزيج. اللي هو مفيش كده. مفيش كده في التربيه، مفيش كده. في حاجه تانية خالص. في انا عاوز شجره تفاح فخد روح بقى حطها في التربه واروي وخد بالك منها وحطها في الشمس وكبرها لما تبقى شتله مش عارف ايه احطها فين واعمل حاجات كتير عشان هتاخد تفاح بعد سنتين مثلا ولا حاجه، ولا بعد سنه. فانا مش هعرف احكي لك السنه دي في دقيقه، مش هينفع. في رحله لازم تخش فيها، في قصه لازم تعيشها وتشوفها وتجربها في قصه تانية خالص بقى. فانا ما بعرفش ولا يعني ما بعرفش فعلا، ما بقاش عندي استطاعه ان انا اجاوب حد في سؤال في التربيه، سؤال سريع كده اللي هو ايه، انا ابني بيشتم اعمل ايه؟ مش كده. ماشي تمام. ابني بيعمل كذا فانا ارد اقول ايه. من الحاجات اللي انا ما بنساهاش خالص، اول يعني في بدايه بقى ما عملت علاقات كويسه قوي في التربيه والناس اللي مهتمين بالتربيه وبالتعليم، لان التربيه والتعليم جزئين لا ينفصلوا عن بعض. فمره بعت الواحده قلت لها انا ولادي في الاول يعني كده، فقلت لها انا ولادي لما حد بيشتمهم بيردوا عليه بيشتموه، فانا متضايق مش عاجبني كده. قال لي طب ما ولادك طبيعيين انت عاوز منهم ايه؟ ما لما حد يشتمهم هم يعملوا ايه؟ يقول له شكرا جزاكم الله خيرا، ما لازم يشتموه. ده السلوك الطبيعي اللي حاصل قدامهم. فده كويس، هم كده في المنطقه كويسه. وبعدين مين اللي بيشتمهم؟ فقلت لها يعني قرايبهم وقرايبنا وكده يعني. فخلاص ده حلو، الناس بتتعلم اهي. ابوكم سليم. فكان رد بالنسبه لي صادم في الاول يعني، وبعدين ده يطلعوا دلوقتي الادب. لا انت بقى في حاجات تانية كتير. طب انا عندي نقطه، يعني انا دلوقتي الطفل لما بيبقى بيسمع كلامك في الحاجه بيحبك وبيسمع كلامك مش عايز يزعلك، بس هو دايما بيبقى عاوز تبقى مش موجود ويبدا يعملها. فانت انا مش عاوزه يعمل حاجه عشان هو بيحبني ومش عايز يزعلني، او على الاقل عارف ان انا هقول له لا وانا موجود، فيعني خلينا نقول ايه، بيخاف يعملها قدامي، ما بيحبش يعملها قدامي عشان عارف ان انا هقول لا تحت اي ظرف. فانا عاوزه الوازع الداخلي اللي ابنيه جواه بان هو من جواه يرفض الحاجه دي. ده بيأسسه ازاي او ابدا واداوم عليه ازاي؟ عشان انا بسألك سؤال واسع. ده نفس السؤال اللي احنا بنقول دلوقتي اللي برضه احنا محتاجين فيه. طيب بص احنا بقى ايه ده نفس السؤال اللي احنا محتاجين. طيب الكلام في التربيه من وجهه نظري مش انا عايز كذا فاعمل ايه. الكلام في التربيه انت عايز تتعلم تربيه طب تعالى لي بقى. تعالى. طيب احنا كلنا عاوزين نعمل ده. كلنا عاوزين نعمل ده. احنا عاوزين نحاكي او بلاش نحاكي، احنا عاوزين نتعايش مع التجربه اللي انت خضتها في رحله التربيه. بس احنا دلوقتي داخلين في ساعتين تمام، وانا حرفيا مش عايز اقوم، بس يعني ايه احنا الحاجه يعني لسه الدنيا المعدات والدنيا بتفرض علينا ان احنا نقوم. فاحنا هنكمل تاني باذن الله المره الجايه، نفردها ان احنا نبقى بنتكلم عن التربيه خالص. لان انا عندي اسئله كتير قوي، يعني لو كنا كملنا كنا هناخد قد الوقت اللي خدناه.
فانا كنت مبسوط جدا 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 ان انا قاعد، ومبسوط ان احنا لسه في حديث تاني هيجمعنا. فشكرا ليك ولوقتك، تسلم. وشكرا ان انت كنت معانا في ده مشهور قوي. ماشي. حبيبي.